سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بتبدأ الحكاية في عالم خيالي كانت الوحوش اخترقته وسحبته معاها لحالة من اليأس. البشر وقتها حاربوا لحد آخر نفس فيهم عشان يحموا الأرض اللي كانوا بيسموها وطنهم، ومن وسط كل الأرواح الشجاعة دي كان موجود بطل حكايتنا واللي اسمه كارسيليان لانديان، وكان بيقاتل بشراسة ضد التهديد ده. عدت سنين طويلة وهو بيقاتل وحوش ملهاش آخر، وكان بيكدس جثثهم واحدة ورا التانية فوق بعض بنفس السيف اللي معاه، ومن غير حتى ما يحس بذرة خوف جوه قلبه. استمر الوضع على الحال ده لحد ما جه اليوم اللي اضطر فيه يواجه عدو صعب جدا، واللي كان احد العمالقه وشكله كده اخو ايرين ييجر لانه كان في غايه القوه. المعركه دي كانت حاميه يا صديقي، ولكن في النهايه بطلنا قدر ينتصر ويخلص عليه، ومع كده فالضرر اللي تعرض له اثناء المعركه تسبب في موته هو كمان وخلاه يسقط على الارض. رغم ان جسد بطلنا مات الا ان نهايته مش هنا ابدا يا صديقي، وانما دي تعتبر البداية بس. فلما كانت روحه تايهة في الفراغ اللانهائي قابلت بشري جاي من كوكب اسمه الارض، والواد ده كان اسمه سيو دوجان، وكان على حافة الموت لسبب غامض. قبل ما دوجان يموت كان عنده طلب بسيط بس عايز يوصله لفانيان بطلنا، واللي رفض يسمعه حتى قبل ما الواد يفتح بقه. اصل فانيان ببساطة كان عايز يموت في سلام وخلاص زهق من كل الهبد اللي بيحصل له ده، وازاي ما يكونش كده وهو خسر وطنه وحبايبه بسبب الوحوش، وبعد ده كله في الاخر مات موتة حقيرة ما تلاقيش بحد زيه. اما الواد سيو دوجان فرغم انه ما كانش متمسك بالحياة الا ان كان نفسه عيلته بس تعيش كويس وتلاقي حياة هادية. ويظهر كده ان فانيان لما سمع الكلام ده قرر يسمع الولد لما شافه بيبتسم ببراءة زي طفل، وكأنه واقف قدام محل حلويات وبيقول لبطلنا انه بس بيتمنى عيلته تعيش بسلام. وقتها فانيان غير رأيه تماما وقرر انه يوافق على المهمة بتاعته، واستلم جسد دوجان المراهق البشري وبقى موجود على كوكب الأرض. أول مهمة بالنسبة لدوجان حاليا هي إنه يتسلل لجوه بوابة نامسون، ودي بوابة مصنفة من رتبة سي يا صديقي. القوانين ما كانتش بتسمح لغير الأبطال المسجلين بالدخول للبوابات، والماكينة الآلية ما كانتش بتبطل تصوت في وشه وتطلب منه يمسح بطاقة الهوية بتاعته، واللي طبعا ما كانتش معاه أصلا. بكل بساطة وقتها يا صديقي دوجان اقتحم المبنى المؤمن ده واندفع ناحية البوابة فورا بالقوة. وقتها صافرات الإنذار اشتغلت وفضلت تصرخ بأعلى صوت وتقول ان في متسلل. اما عن بطلنا فبمجرد ما دخل البوابة بدأ يمشي وهو بيتلفت من حواليه، وكان بيدور على وحوش في اي مكان عشان يفرغ غضبه كله فيها. وهو بيتحرك كده صادف مجموعة من الابطال، ودول ناس معاهم رخص رسمية وتصاريح تخلي وجودهم جوه البوابة قانوني. اول ما شافوه افتكروه مجرد واحد عبيط وتايه جوه البوابة، وعرضوا عليه ساعدوه يلاقي طريق الخروج، وخصوصا انهم كانوا راجعين ناحية البوابة كده. بس دوجان وقتها فضل ساكت، والهالة الغريبة اللي حواليه كانت واضحة جدا، لدرجة ان الابطال نفسهم بدأوا يحسوا انه في حاجة مش مريحة. لبسه كان بسيط بطريقة ملحوظة وما كانش شكله بيدل على انه بطل خالص، فمع ان حامل الشنط بقوا يلبسوا لبس كاجوال اليومين دول، الا ان لبس دوجان كان ابسط من اللازم بكتير. بس الشنطة اللي كانت على ظهره أقنعتهم أكتر بصحة كلامهم، واستنتجوا إنه غالبا كان مجرد حامل شنط تايه أو فريقه اللي كان معاه تخلى عنه. بس ومع كده ما كانوش متأكدين بالكامل لحد ما دوجان قرر إنه يتكلم أخيرا، وشرح لهم بهدوء إنه فهم نظرات الشك اللي في عيونهم دي، ووضح لهم إنه دخل لوحده من غير ما يكون تابع لأي فريق أبطال. وقتها واحد من الأبطال أخد نفس وكأنه فهم السبب وهدى نفسه. ما هو كان شاف في حياته ناس كتير شبهه قبل كده، ناس اتحمست لما شافت الاعلانات اللي بتلمع عن الابطال وصيد الوحوش، ولكن اللي ما يعرفوش ان الحماس اللحظي ده مش كفايه ابدا، والعاقبه بتكون كارثيه لما حد بيقتحم البوابه من غير ما يعدي بالاجراءات الرسميه. الخطوات كانت واضحه للكل. اول حاجه لازم تسجل نفسك رسميا كبطل معتمد، وبعدها تدخل تدريبات واختبارات عشان تتاكد انك جاهز، خصوصا وان البوابه دي تصنيفها سي اكيد لسبب ما، ولو لسه مبتدئ فالمفروض يدور على بوابة تصنيفها اف بدل ما يضيع حياته من اول خطوة. بعد ما دوجان سمع الراجل ده وهو بيهبد ويدي نصايح محدش طلبها منه اصلا، وضح له بكل بساطة انه مش محتاج مساعدة من اي حد فيهم،
طبعا مجموعة الأبطال تفاجئوا من ردة فعله الباردة دي، وخصوصا إنهم كانوا بس بيحاولوا يساعدوه، بس على الرغم من إن كلامه عصبهم شوية إلا إن القائد بتاعهم بيهديهم وبيطلب منهم يهدوا أعصابهم. ما هو شايف إن الموضوع بسيط، ولو دوجن مش عايز مساعدة بجد فالأفضل يسيبوه في حاله. القائد كان واثق إن الواد ده هيعرف بنفسه في الآخر ليه مش المفروض يتجاهل نصيحة من حد فاهم، وهيكتشف قد إيه البوابات دي قاسية بالفعل، مش زي اللي بيطلعوا في الإعلانات اللي بتلمع وتبين البطل وكأنه شخص نازل من السماء. بيعدي شوية وقت بعدها وبنشوف دوجن بيصادف ترول ضخم واقف قدامه بيبصله بنظرات وحش جعان، وعلى طول بعدها كمان بيهجم عليه بهجوم قوي، ولكن ضربته بتخبط في الأرض لأن دوجن اتحرك بسرعة كبيرة لدرجة إن الترول نفسه ملحقش يشوفه. دوجن بيبدأ يقبض إيديه وبيضربه بلكمة قاضية بتمسح وش الترول تماما بالظبط، وكأن المشهد اللي حصل ده من وان بانش مان وهو عامل مجزرة. أول ما خلص من الوحش جه وقت جمع الأدوات اللي وقعت منه، مد إيده وخد السيف اللي الترول ده كان ماسكه، بنفس السيف حفر في جسم الوحش وطلع حجر سحري لامع. الحجر ده كان مجرد حجر سحري من الدرجة المنخفضة، وده يعتبر حاجة بسيطة لدرجة إن دوجن زمان في حياته السابقة ما كانش حتى بيبص على النوعية دي، بس وبما إن حالته المادية الحالية تحت الصفر فما كانش قدامه غير إنه ياخده معاه. فجأة بعدها بقية الوحوش بيبدأوا يهجموا عليه، وبيكون واضح انهم تجننوا بعد ما شافوا صاحبهم مرمي على الارض بالشكل ده. دوجن لف على طول، وكل اللي عمله بس انه رمى الحجر السحري بسرعة خرافية ناحيتهم، لدرجة انه فجر دماغ واحد منهم من غير ما يتحرك من مكانه. الاتنين التانيين رفضوا التراجع وهجموا عليه بتهور وكأنهم بالظبط بيتمنوا الموت بايديهم، ودوجن طبعا راجل جدع وعشان كده كان اكتر واحد مستعد يحقق لهم الامنية بتاعتهم. أثناء ما دوجن كان بيخلي الساحة كلها دمار على دماغ الوحوش، الكاميرا بترجع من تاني لمجموعة الأبطال اللي كانوا بيتجهوا للخروج من البوابة. هناك بنشوف إن دماغهم كانت لسه مشغولة باللقاء اللي حصل مع الشاب الغريب ده. البنت اللي شعرها برتقالي كان واضح عليها القلق على دوجن، وكانت خايفة إنه يتعرض لمصيبة ويموت جوه البوابة. القائد بتاعهم بيطمنها وبيقول لها إن ده مستبعد جدا، فلو الواد ده فعلا واحد متسلل من غير تصريح ودخل البوابة دي أكيد وقتها وحدة السيطرة هتلقطه في أسرع وقت، وده لأن اللي بيطلعوا في المهمات دي عادة بيبقوا من التصنيفات العالية، أو يعني من الرتبة بي أو أعلى من كده، مش مجرد أشخاص عاديين. وبما إن البوابة دي تصنيفها من رتبة سي بس، فما فيش فرصة تقريبا إنه يموت طالما مش هيندفع بتهور ويروح يهاجم الوحوش على عماه. صلع وقتها كان متفق مع كلام القائد، وكان متأكد إن الواد المغرور ده أكيد دلوقتي مرعوب ومستخبي عشان يستنى بس وحدة السيطرة تيجي تنقذه. بس وفي حقيقة الأمر فاللي بيحصل طبعا ما كانش زي ما هم متخيلين أبدا، فعلى العكس تماما دوجن هو اللي كان بيخلي الوحوش ترتعش وتفقد توازنها من الخوف. لكمة واحدة بس من ايده كانت بتوقع الفريسة على طول، وسرعته كانت مرعبة لدرجة ان الوحوش مش بس مش عارفة تلمسه، بل وحتى مش قادرة انها تشوفه بشكل واضح اساسا. بيستغل بطلنا سرعته عشان يظهر فجأة ورا واحد منهم، وبيركله ركلة قوية من شدتها كانت كفاية تفجر دماغه. ومع سقوط الكائنات دي واحد ورا التاني بيمد بطلنا ايديه وبياخد واحد من سيوفهم، وبيبدأ يجمع الأحجار السحرية اللي بتطلع من جثثهم لحسابه. بعد شوية وقت صغيرين كان خلص بطلنا لم شنطه مستعد عشان يروحها. مشكلته الوحيدة انه حاسس بخيبة امل من الحصيلة بتاعة اليوم، فمع ان الشنطة اتملت بأحجار من الدرجة المنخفضة الا ان اسعار بيعها رخيصة جدا وكأنها بالظبط تقيلة على الفاضي. في اللحظة دي بقى يا صديقي واحد من الصيادين بتوع وحدة السيطرة لمح دوجن ونادى على زمايله. قبل حتى ما دوجن يلحق يلف كان في صيادين لابسين بدل سودا محاوطينه بنظرات حادة. واحد منهم بدأ يكلمه وقال له انهم من وحدة السيطرة على البوابات، وطلب منه يطلع بطاقة تسجيل الأبطال بتاعته، فلو كان مش مسجل ومعوش بطاقة صياد ساعتها هيضطر يروح معاهم للمركز عشان الإجراءات. دوجن كان واقف قدامهم بنظرات باردة وما كانش متأكد انه ناوي يتجاوب معاهم، وده خلى واحد منهم يشد على نفسه ويتعصب اكتر. الراجل كرر كلامه وكان مصمم انه عايز يخليه يتعاون معاهم ويتبع الإجراءات المطلوبة، بس كل اللي خدوه منه في المقابل كان وش مليان ضيق وزهق بالظبط، وكان الدراما اللي حوالين الموضوع ده بتبوظ مزاجه اكتر واكتر. وبما انه ما كانش عنده طاقة يضيعها في نقاش عقيم فبيكتفي انه يلف عشان يمشي. بيلاحظوا وقتها الصيادين ان الكلام بتاعهم ما جابش نتيجة، وعشان كده بيبدأوا يهددوه وبيوروا له الكلبشات وهم بيقولوا له
بيقولوا بشكل صريح انهم ممكن يستخدموا القوة لو اضطروا. واحد من الصيادين صبروا بينفذ، وعشان كده بيمد ايده وبيمسك ايد بطلنا وبيهددوا انه لو ما تعاونش معاهم فهيطلع خسران بكل المقاييس، وكمان هو اللي هيتحمل مسؤولية اي اصابات ممكن يتعرض لها. بيحاولوا بعدها يضغطوا على بطلنا ويقنعوه انه من الافضل يحل الموضوع معاهم بالكلام مش بالعنف، ولكن دوجن مش بيكون ناوي يطول في الموضوع العبيط ده اكتر من كده، فمد ايده بسرعة ومسك ايد الراجل ده ورجع حذره بطريقة باردة انه من الافضل يبعد عن طريقه خالص وما يحاولش يبقى شوكة في سكته. الكلام بتاعه نزل على الصياد زي الصعقة، ولانه استخدم جزء من هالته فده اللي خلى الصياد يحس برعشة باردة ماشية في عموده الفقري. في اللحظة دي الصيادين التانيين طلعوا عصيانهم السحرية واللي كانت معززة بالسحر من الدرجة الرابعة، وده يعتبر كافي انه يوقع اي اورك بسهولة. طبعا بطلنا تجاوز مستوى الاورك من زمان، وعشان كده مستحيل يقدروا يأثروا فعليا عليه، وبنظرة اجمد من اللي قبلها ادالهم تحذير اخير، فقال لهم لو مش عايزين يضيعوا اخر شوية كرامة فضلا لهم الاحسن انهم يلموا نفسهم ويمشوا دلوقتي حالا. بس لان العناد دايما بيخرب الدنيا فالصيادين بيقرروا يردوا عليه بالعنف. بيحاولوا بأقصى طاقتهم انهم يوصلوا لدوجن باستخدام العصاية السحرية، ولكن ولا واحد منهم حتى عارف انه يقرب منه. في لحظة واحدة دوجن وجه ضربة ساحقة لظهر واحد منهم، وبعدها في اقل من ثانية سدد لكمة تانية لبطن التاني. مع نهاية اللي حصل ده دوجن بدأ يركز على الراجل اللي لابس نظارة واللي يعتبر يعني اخر واحد واقف قدامه. الراجل طبعا كان حاسس ان في مصيبة جاية عليه بعد اللي شافه، وعشان كده بدأ يتوتر جامد. في لمح البصر دوجن اختفى من قدامه وكأنه اتبخر تماما، وده اللي خلى الراجل يتصدم لانه اول مرة يشوف واحد بيختفي من قدام عينيه. وسط انشغاله بالصدمة اللي كان فيها بتجيله لكمة قوية في بطنه، ومن شدة قوتها بتدفعه للخلف وبيكون عمال يتألم. بعيدا عن كل الهبد ده فكان من الواضح ان دوجن زهق من كل الهبد اللي بيحصل معاه ده، وعشان يتجنب المطاردات المستقبلية بدأ يفكر جديا انه يسجل رسمي ويبقى بطل معتمد. واحد من الصيادين قال له وقتها ان طول ما هو بعيد عن الحركات المشبوهة فما فيش اي حد هيطرده. دوجن مهتمش بالكلام ده وقرر يسأله سؤال عن حاجة اسمها الشق، وسؤاله ده بوظ دماغ الراجل وما كانش عارف يرد يقوله ايه. سريع كده وعلى جنب عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي بالظبط في الحكاية دي. العالم هنا مليان ممرات بتربط الارض بعوالم تانية فيها وحوش غريبة. الممرات دي منتشرة في كل مكان، والاحجار السحرية اللي بيطلعوها من جثث الوحوش بقت مصدر طاقة جديد وغالي، وبسبب اهميتها الحكومة بتراقب كل ممر وتفرض عليه سيطرة كاملة. الممرات اللي الحكومة بتديرها رسميا بتتسمى بوابات، ولكن اللي مش تحت السيطرة ومفتوحة على البحر بتتسمى شقوق. بنرجع لدوجن واللي شايف ان الموضوع بقى مزعج بجد، لانه يعتبر بيتخانق مع كل صياد لابس بدلة سودا في كل مكان يروحه مهما كانت البوابة. الراجل الغلبان اللي قدامه شرح له ان اي بطل مش مسجل لو دخل بوابة من غير تصريح فوحدة السيطرة بتاخد اشعار فوري، وساعتها بتبعت الصيادين بتوعها من اقرب نقطة. ولما دوجن حاول يوضح له انه ناوي يدخل شقة مش بوابة، العميل فهمه ان الموضوع مش بالسهولة دي، فلو دخل شقة من غير اذن بيتطبق عليه عقوبة مشددة، والعقوبة دي بقى مفيش فيها لا انذارات ولا صفقات. دوجن ما كانش مهتم يسمع كل الهري بتاعه ده ومد ايديه وبيها مسك وش الراجل ده ودفعه لبعيد بالظبط وكأنه مجرد كيس زبالة. في اللحظة دي بقى الصياد الغلبان كان حاسس بالندم الشديد لانه ما تواصلش مع المركز الرئيسي وبلغهم باللي حصل من البداية. ما هو لو يعرف ان الوضع كان هيبقى كده ما كانش هيتدخل، بما انه اكبر بكتير من مستوى شغله والمرتب اللي بياخده في المقابل. وهو ماشي دوجن بص عليه نظرة اخيرة وهو مرمي على الارض زي كيس زبالة. حاجة واحدة بس كانت شغلة دماغ بطلنا، وهي قد ايه الراجل ده ضعيف ومش قد المواجهة. ومع ان العبيط ده كانت ايده شكلها اتكسرت من المواجهة، الا انه كان لسه عمال يزعق ويهدد انه هيجيب دوجن وهيوديه السجن. بننتقل بعدها بقى لمنطقة جوامة شون في مجمع سيول للغاز والتقنية الرقمية. المبنى الضخم ده اتحول دلوقتي لمجمع الابطال، وده المكان اللي بتتعمل فيه كل تجارة الاحجار السحرية والحاجات اللي بتطلع من جوه البوابات. دوجن لحظتها كان ماشي ناحية واحد من المحلات اللي بتشتري وتبيع الأحجار السحرية.
أول ما دخل استقبله شاب صغير وكان باين عليه من الجيل الجديد، بما إنه كان قاعد مركز مع التليفون وعمال يقلب في فيديوهات التيك توك والانستجرام. أول ما دوجن دخل عليه وقال له إنه عايز يبيع شوية أحجار، صاحب المحل على طول بدأ يفتي ويهبد ويتكلم عن شغلهم، فقعد يحلف لبطلنا إن فرعهم ده بيقدم أحسن أسعار في السوق كله، وإنه مهما راح أي مكان تاني فمستحيل يلاقي أسعار منافسة ليهم. دوجن وقتها طلع الأحجار السحرية من الشنطة بتاعته ورصهم على الطاولة اللي قدامه. الأحجار دي كانت من الدرجة المنخفضة ولسه عليها بقايا دم الوحوش، ومن الطبيعي يعني إن ده يخلي منظرهم مش لطيف أبدا. الراجل صاحب المحل وشه اتقلب لما شاف الكلام ده بالظبط، وكأنه شايف وحش ميت، بس هو مع إنه قرفان من منظر الدم إلا إنه بيضطر يكمل شغله وما بيبانش عليه التذمر. وهو بيجهز الأحجار للتقييم سأل دوجن لو كان حابب يشرب قهوة لحد ما يخلصوا شغلهم. بالفعل وبعد شوية بنشوف دوجن قاعد بيشرب قهوته، وصاحب المحل كان بينظف الأحجار من الدم بحرص شديد، وبعد ما خلص تنظيفهم قعد يحسب الحساب وطلع معاه 12 حجر سحري من الدرجة المنخفضة و16 من الدرجة المتوسطة، والمفاجأة إن في 5 أحجار تانيين من درجات أعلى من كده. وبعد ما خصموا نسبة العمولة اللي كانت 40% بيكون المبلغ اللي هيقبضه دوجن حوالي 5 مليون ون. دوجن طبعا لما سمع الكلام ده ما كانش مرتاح أبدا، وخصوصا إن فكرة إنه يدفع 40% من ثمن الأحجار كعمولة صعبة جدا. بدأ يحس أكتر إن الموضوع ظلم، لأن هو اللي قضى وقته وتعبه وعرض حياته للخطر في الصيد، وفي الآخر الراجل النصاب صاحب المحل ده عايز ياخد نص الفلوس تقريبا وكأنه شريك في اللي حصل. البياع كان لسه مصر إنه بيعمل له خدمة، وقعد يقول له بثقة إنه كده بيديله خصومات أحسن من غيره لأن المنافسين بتوعه بياخدوا 45% أو أكتر. لكنه لما لقى دوجن لسه مش متقبل الكلام بتاعه ده، عرض عليه إنه ياخد أحجاره ويمشي من المكان بالظبط، وكأنه متأكد إنه مش هيلاقي مكان يديله أكتر. بالفعل دوجن مش عبيط طبعا وعارف كويس حركات الصيادين دي، وعشان كده رفض يبلع الطعم بسهولة ومد إيديه وبدأ يرجع الأحجار تاني للشنطة بتاعته فورا. صاحب المحل لما لقى الدنيا مش ماشية معاه مد ايده ومسك دوجن قبل ما يخرج، وبدأ يطلب تعويض منه عن التقييم وكوباية القهوة اللي شربها. وبما انه راجل نصاب كده فبيقول له ان التقييم لوحده ب30,000 ون، وكوباية القهوة عليها 10,000 كمان. وفوق كل ده قعد يعيط على الفوطة الغالية اللي اتبهدلت من الدم اللي كان على الأحجار، وعشان كده حسب له مبلغ الأضرار وقال له انه مطلوب منه يدفع حوالي 350,000 ون. دوجن طبعا شاب زاحف وجامد وملوش حل، وعشان كده ما كانش ناوي يدفع ولا مليم على الرغم من الضغط اللي الراجل حاول يعمله عليه بكلامه. ولما لقى ان كل ده مش جايب نتيجة قرر يستخدم طرق تانية، وبدأ يهدده بأبطال التصنيف سي اللي شغالين عنده كحراس شخصيين. في اللحظة دي الباب الخلفي اتفتح بالفعل وظهروا 3 رجالة ضخام، واللي أول ما دخلوا المحل سألوا البائع مين اللي عمل له المشكلة بالظبط. واضح كده من تحركاتهم انهم كانوا مستعدين يتصرفوا بعنف لو لزم الأمر. دوجن وقتها اكتفى بنظرة جامدة صوبها ناحيتهم وبص لصاحب المحل بنظرة زي السيف. وبعد شوية من الضغط الصامت ده بنشوف وش صاحب المحل اللي بيكون غرقان عرق ورجليه بتخبط في بعضهم. الراجل اللي كان من شوية عامل فيها بطل جاب ورا خلاص لما دوجن صفى ال3 حراس بتوعه، وعمل كده بسهولة بالظبط وكأنهم مجرد شوية خنازير متخلفة، وعرفوا كمان مين اللي فعلا يستاهل يكون الشخصية الرئيسية. بعد الحوار ده دوجن مشي ناحية الكاشير وبكل لطف قدر انه ينزل نسبة العمولة ل1% بس ومن غير نقاش. ما هو من الطبيعي ان مفيش حد يقدر يتكلم او يعترض ابدا، وخصوصا وهو تحت نظرات دوجن واللي كانت بتخترق الروح. الصفقة خلصت بسرعة ودوجن خرج من هناك وهو شايل وزمة فلوس محترمة مقابل التعب اللي شافه. لما رجع البيت جدته واخته الصغيرة كانوا واقفين مبهورين قدام كومة الفلوس اللي معاهم. جدته حتى شكت فيه وسألته اذا كان بيضحك عليهم بفلوس مزورة ولا حاجة. دوجن لحظتها هدى خوفها بسرعة وقال لها ان الفلوس دي جاية من انه سلف واحد صاحبه فلوس من فترة، والراجل فتح بيهم مشروع ونجح نجاح كبير جدا. مع كل كلامه ده الا ان جدته ما كانتش مقتنعة ابدا، لانها عارفة ان حفيدها اصلا ما عندوش صحاب بالشكل ده. بطلنا وقتها فضل يلف ويدور عليها وقال لها ان ده كان صديق الطفولة بتاعه. مع رغي بطلنا الكتير ده جدته بطلت تسأله اسئلة كتير، او على الاقل يعني بطلت تحقق معاه في الحكاية دي. وفي الناحية التانية كانت اخته يونس الصغيرة واقفة فرحانة جدا بيه ومبسوطة ان العيلة اخيرا بقت غنية. دوجن مد ايده وربط على راسها وقتها وحاول يديها امل انهم فعلا هيعيشوا حياة رفاهية زي ما بتحلم
بداية من اليوم. البنت الصغيرة فضلت ترقص وتتنطط من الفرحة لما سمعت كده، وهو قاعد يبص عليها وبيحس انه فعلا ماشي صح. اصله فاكر الوعد اللي خده على نفسه لما استلم الجسد بتاع دوجن، واللي اخر امنية ليه كانت انه يطمن على جدته واخته الصغيرة يون، ويخليهم بس يعيشوا حياة آمنة وسعيدة قدر الامكان. بالنسبة لبطلنا فالمهمة الوحيدة اللي بيمتلكها حاليا هي حماية العائلة الصغيرة دي وتوفير حياة مستقرة ومريحة ليهم. للسبب ده ومع شوية تفكير وبحث كان عايز يشتري لهم أأمن بيت موجود في كوريا، واللي تمنه حاليا حوالي 110 مليار ون. ما هو بالنسبة لدوجن فكرة تجميع الفلوس دي مش هتكون مشكلة كبيرة في حالة طبعا لو عرف انه يسترجع جزء من قوته الأصلية. العالم اللي هو فيه حاليا كان فيه شبه كبير جدا من العالم اللي هو جه منه، أو يعني العالم اللي وقع وشافه وهو بيتدمر قدام عينيه. الفارق الوحيد هو ان الشقوق والبوابات والوحوش هنا أضعف بكتير من اللي كان بيواجههم زمان. ده غير كمان انه كان واخد لقب ملك السيف في حياته اللي فاتت، وعشان كده العالم ده بالنسبة له مجرد ساحة ألعاب أو ملاهي. وعشان تاخد فكرة أكبر عن قوة بطلنا الأصلية، فكل اللي استخدمه في المعارك اللي فاتت دي ما كانش حتى عشر قوته الأصلية. فجأة بعدها الباب بيخبط وكان في صوت من ورا الباب بينادي على دوجن. دوجن وقف وقرر يفتح الباب بنفسه. أول ما عمل كده لقى قدامه 2 بلطجية واقفين على الباب. الظاهر كده ان الجماعة دول جم عشان يطالبوه بدين قديم عليه قيمته وصلت ل 48 مليون ون. اول ما شافهم دوجن فهم على طول ان دول اكيد شوية نصابين من اللي بيسموهم حيتان القرود، ودول نفس الناس اللي دوجن الاصلي استلف منهم حوالي 5 مليون ون زمان ايام ما كان محتاجهم عشان يدفع مصاريف علاج جدته. بس واضح كده انهم رفعوا الفوائد بشكل خرافي وبقوا بيطلبوا منه حوالي 10 اضعاف المبلغ اللي استلفه في الاول. فبعد ما عرفوا انه بقى بيكسب فلوس من البوابات قرروا يطلعوا عليه وياخدوا اللي يقدروا منه بحجة ان كل حاجة موثقة في العقد اللي بينهم. لكن وكالمعتاد فبدل ما ياخدوا الفلوس البلطجي الكبير بتاعهم بياخد لكمة محترمة في وشه، واللكمة دي من شدتها بتخلي جسده يطير لبعيد زي ما بطلنا كان بيعمل في الوحوش. زميله وقتها كان واقف ومفاصله خلاص هتفك من الصدمة ومش قادر يستوعب ابدا اللي بيحصل معاه. دوجن وجه له نظرة مميتة وقال له ان اللي دفعوا قبل كده كان فوق ال9 مليون، وبالحسابات بتاعتهم دي فالمفروض هم اللي يدفعوا فوائد مش العكس. بنفس البرود بتاعه ده بيضرب التاني ضربة قوية بتخليه يقعد يعيط زي العيال الصغيرة. وقبل ما يسيبهم في حالهم طلب منهم يوصلوا رسالة للمعلم بتاعهم ويقولوا له ان دوجن جاي يزوره بنفسه قريب جدا. المشهد بعدها بينتقل لمول كبير وبيكون زحمة ومليان بشر، وفي وسط الزحمة بنشوف يون واقفة قدام محل لعب أطفال وعينيها منورة قدام دبدوب كبير. بنعرف وقتها إن دوجن جابها هنا مخصوص عشان يخليها تتفسح وتشتري كل اللي نفسها فيه، وبما إنه عايز النهاردة يكون يومها المميز فبيطلب منها تاخد اللي هي عايزاه من غير ما حد يوقفها. رغم إن بطلنا الأصلي ما كانش بالشخص اللي ممكن يتقال عليه حنين في حياته اللي فاتت، إلا إن ذكريات دوجن الموجودة جواه رجعت له شوية مشاعر كانت مدفونة من زمان. بقلب دافي كان واقف يتفرج عليها وهي فرحانة وبتتنطق كده، وكان حاسس انه من واجبه يكمل الطريق اللي بدأه دوجن الأصلي. فرغم ان البت دي كانت أخته الغير شقيقة إلا انه كان مصمم يديها كل الحب والرعاية اللي يقدر عليها. البنت الصغيرة أخيرا اختارت دمية كانت نفسها فيها، والدمية دي كانت لأرنب صغير شكله كيوت واختارته بتواضع كأنها مش عايزة تدلع أو تبان طماعة. بس دوجن طبعا ما عجبوش انها تمسك نفسها بالشكل ابدا، فراح اختار لها دمية اكبر بكتير عن اللي اختارتها. اصله مش عايزها تحط في دماغها موضوع الفلوس النهارده ابدا، لان اليوم يومها والمفروض تختار اللي نفسها فيه من غير تردد. بعد ما خلصوا التسوق ده قرروا ياخدوا نفسهم ويروحوا ياكلوا شوية أكل كويس. بس وأثناء ما كانوا قاعدين بياكلوا سمعوا صوت غريب بينادي على دوجن. بص بطلنا حواليه فلقى ست في منتصف العمر جاية ناحية الترابيزة، وكان معاها شوية حراس شخصيين ماشيين وراها زي الخيال بتاعها. الست كانت مستفزة وباين عليها بتحب الهبد والكلام الفارغ، بما إنها أول حاجة عملتها كانت إنها علقت على لبس دوجن واتريقت عليه بكلمتين بايخين. بعدها كمان
بصت للبت الصغيرة يون اللي كانت قاعدة جنبه ورمت له كلمة سخيفة وكأنها بتلمح انه جاب البت دي بالغلط بالظبط زي ما امه جابته زمان للدنيا. الكلام ده كان اكتر من كافي يخلي الدم يغلي في عروق دوجن، ولكن الغريب انه فضل ماسك نفسه. اما يون فكانت قاعدة مش فاهمة مين الست دي اساسا ولا ليه بتتكلم معاه بالطريقة دي. الست سألت بعدها البنت عن اسمها وساعتها ردت عليها بكل براءة وقالت لها انها ليون. لما الست سمعت اسمها استوعبت انها اخته الغير شقيقة، وبدل ما تسكت زودت الهبد والتريقة كمان على لبس البت. بترفض تكتفي باللي عملته وبترمي كلام سخيف عن امهم اللي ماتت، وكل كلمة كانت بتغلي دم دوجن اكتر واكتر، ولكنه كان ماسك نفسه. الست نفسها استغربت انه ساكت وما بيردش عليها ابدا، ولما لقت مفيش استجابة منه بالشكل ده قررت تزود الوقاحة بتاعتها وسألت البت الصغيرة لو كانت تعرف يعني ايه واحدة شمال زي امها. اللي عملته ده بقى كانت القشة الأخيرة بالنسبة لدوجان، واللي رفض يسكت المرة دي وبهجوم ساخر قال لها إنها ست بشعة جدا، ومن كتر وحشتها فالمكان الطبيعي ليها بيكون وسط قبيلة الأوركس. الست أول ما سمعت الكلام ده وشها تجمد وعينيها فتحت على الآخر وفضلت تبص له وهي مش قادرة ترد عليه من الصدمة. تعالوا بقى ناخد فكرة كده على السريع نفهم بيها ليه دوجان كان ساكت الفترة دي كلها ومستحمل الست دي. دوجان اتولد كابن غير شرعي وتربى في فقر شديد، ولما كان عنده 7 سنين أمه ماتت ووقتها بالعافية قدر يدخل بيت أبوه، بس هناك وبدل ما يلاقي حضن دافي فكل اللي لقاه كان التجاهل. أصل أبوه كان متجوز واحدة تانية وأول ما خلفت ولد شرعي بقى دوجن ولا كأنه موجود بالنسبة لهم. الوضع ساء أكتر مع الوقت وطردوه من البيت اللي كان عايش فيه واضطر يعيش مع أخته الغير شقيقة عند جدتهم. وهو بيسترجع ذكرياته كده ما قدرش يمنع نفسه إنه يحس بالشفقة على دوجن الأصلي واللي استحمل كل ده وكان بيحاول يضحك طول الوقت وكأن مفيش حاجة بتوجعه. بس دلوقتي كل حاجة اختلفت والوضع اتغير، لأن دوجن اللي قدامنا ده ناوي يغير كل اللي حصل زمان. بنعرف لحظتها إن الست الوقحة دي هي أخته الغير شقيقة، وده تحديدا اللي خلاه يحاول يمسك نفسه في البداية. بس خلاص بطلنا شرب بريل واسترجل وما بقاش ناوي يسكت لها تاني. بيقول بطلنا انه زمان لما كان عايش تحت سقف واحد مع الأورك دي كان فاكرها لما تكبر هتتغير، ولكن من الواضح انها لما كبرت شخصيتها ساءت عن الاول كمان. فمش بس شكلها اللي بقى وحش ومبهدل زي الأورك، لا دي كمان مخها فضي خالص وقرب يطير، وبدل ما يسكت عند الحد ده بدا يسلخها بالكلام ويوقع قنابل كده كلامية واحدة ورا التانية. فبيقول لها انها فعلا شخصية تافهة وعندها عقدة نقص شديدة، وده السبب الوحيد اللي عشانه بتحاول تدفن غيرها بالكلام عنهم. بيكمل وبيكشف قدام الناس انها مش اكتر من مجرد كلبة فلوس، وانها بتقعد تراقب الناس اللي حواليها طول الوقت وتحسدهم على اللي في ايديهم. مع كل كلمة بطلنا كان بيقولها كان بيدفنها اكتر تحت التراب بكلماته السامة، لدرجة ان المول كله بقى متجمع حواليهم وكأنهم بقوا حدث رئيسي في المكان. البت الأورك كان الامر خلاص فاض بيها ووشها قلب من الغيظ، وكانت هتنفجر خلاص من شدة الكراهية اللي حسها تجاه بطلنا. لكنه في اللحظة دي بتدخل امها مكان، اول ما بتشوفها البت بتجري عليها زي العيال الصغيره وبتبدا تشتكي لها من بطلنا، ولكن من الواضح ان الوليه كانت زهقت من بنتها ومن اسلوبها وقطعت عليها كل الكلام ده بنظره بارده خلتها تسكت فورا. الست وجهت كلامها بعدها لدوجن وابتسامة حاولت تبين له كل اللطف والرقي، وعرضت عليه انه يرجع معاهم البيت عشان يغير جو شوية لو عايز. دوجن طبعا كان فاهم اللعبة كويس وعارف ان اللي بتعمله ده مش اكتر من وش مزيف بس بتحاول تخبي بيه حقيقتها. اصلها هي اللي كانت السبب الحقيقي في كل العذاب اللي عاشوا معاهم طول ال 12 سنة اللي فاتوا. الست فضلت تفكره بحاجات ما كانش عايز يفتكرها ابدا، ولما ده حصل ملامح وشه قلبت جد فجأة وببرود اشد من التلج وبحدة قال لها تخليها بعيد عنه خالص. الكلام بتاعه نزل على كرامتها زي السكينة، وخصوصا لانه جاي من شاب اصغر منها بكتير، فلفت وشها ومشيت عشان تحافظ على كرامتها اللي لسه باقيه، وما كانتش قادرة تصدق انه رد عليها بالشكل ده وقعدت تبص له وهي مش قادرة حتى ترد عليه من الصدمة. بنتها الأورك مشيت وراها زي خيالها، والبودي جاردات بتوعهم ماشيين وهم ساكتين ولا حتى حاولوا يفتحوا بقهم. اما دوجن فكان باين عليه ان اليوم الحلو اللي كان بيقضيه مع يون يونج خلاص باظ، وعشان كده قرر يمشي هو كمان. تصرفه اللي فات ده ما كانش عشوائي ولكن محسوب كويس جدا، ما هو عايز يثبت حاجة مهمة لعيلته، وهي ان سيو دوجان الضعيف خلاص مات وما بقالوش وجود.
الكاميرا بعدها بتاخدنا لمرسيدس ماشية بسرعة على الطريق. جوه العربية كانت الأم وبنتها والغضب مسيطر على وشوشهم تماما. البنت فضلت تفضفض وهي بتشتم بطلنا بسبب الفضيحة اللي عملها لهم جوه المول، وكمان كانت زعلانة جدا من أمها عشان سكتت ومشيت بدلا من إنها تعرف دوجن مقامه وإنه مجرد زبالة. الولية تجاهلتها تماما وطلبت من مدير الأمن بتاعهم يوضح لها إزاي دوجن لسه عايش حتى الآن. المدير بيكون متوتر وهو بيرد عليها لأن اللي حصل مش مطابق للتقارير اللي معاهم واللي المفروض وصلت له، وكانت بتأكد إن الشغل خلص وبطلنا مات. الست رفعت صوتها جامد عليه لحظتها وسألته إزاي دوجن لسه حي رغم إنهم زي ما بيقولوا كانوا متأكدين إن الموضوع خلص. المدير وهو عمال يقطع في الكلام وعدها إنه هيراجع كل حاجة من جديد وطمنها إنهم المرة الجاية هينفذوا المهمة بنجاح من غير أي فرصة للفشل. في الناحية التانية كانت البت اللي معاها مش عارفة حاجة عن الخطط السوداء اللي أمها بتعملها من وراها. ما هي مش فاهمة إيه حوار موت دوجن اللي بيتكلموا عنه ده ولا مين اللي كان هيقتله أساسا. الغريب إن أمها بتتجاهل كلامها ده كله وأسئلتها وكمان بترد عليها بسؤال، وهو لو كانت لسه معجبة بدوجن. السؤال وقع على الأورك زي الصدمة وخلاها تتوتر وكمان وشها أحمر، لكن مع الوقت البت بتجمع شجاعتها وبتقول لها إنها مش بتحب دوجن ولا أي حاجة وإنما بس خايفة عليها هي، لأن لو أبوها أو جدها عرفوا الحوار ده هيعاقبوها جامد. الأم ما استحملتش الكلام ده ومسكت بنتها من بقها بإيديها بقوة كبيرة ووشها اتغير وقعدت تحذرها وتقول لها تبعد عن شغلها خالص وتنسى كل اللي سمعته بخصوص الخطة. ما هو بالنسبة لها دوجن ما بقاش ينفع يعيش أبدا، وخصوصا بعد ما تجرأ ورد عليها بالشكل ده قدام كل الناس، وبما إنه جرح كبريائها وهي حياتها فاضية ومش لاقية حاجة تشغلها، فكانت شايفة إن الانتقام الوحيد اللي هيرضيها هو التخلص منه تماما. المشهد بعدها يا صديقي بياخدنا لفلاش باك سريع وتحديدا من 10 سنين فاتوا. وقتها الدنيا اتقلبت لما ظهرت حاجة غريبة اسمها الصدع أو البوابات، واللي كانت بتصل بين الأرض وبعد آخر مرعب مليان وحوش، والوحوش دي كانت بتطلع منه بهدف واضح وهو تدمير البشر أول ما يشوفوهم. الرعب ساعتها ما كانش بيخلص وكانت المدن بتحترق وتتدمر يوم ورا التاني، بس وكالمعتاد لما بينتشر الظلام بيبدأ ضوء في نفس قوته يظهر برضه، والضوء ده ظهر في صورة محاربين شجعان دافعوا عن الكوكب وتسموا بالأبطال أو الصيادين. مع ظهور الأبطال اكتشفوا البشر ولأول مرة أحجار المانا اللي كانت بتطلع من جثث الوحوش المقتولة. بالرجوع للحاضر بقى فهنشوف دوجن ماشي بيفكر في التغيير اللي حصل في العالم ده. أصل أحجار المانا غيرت كل حاجة وخدت مكان مصادر الطاقة القديمة، لدرجة إن الدول بقت بتتخانق عشان تحط إيديها على البوابات دي وتستغل الموارد اللي جواها. دلوقتي بقت كل الصناعات في العالم قايمة على نظام البوابات والاعتماد على الأبطال. للسبب ده فمهنة البطل بقت واحدة من أكتر المهن اللي بتكسب فلوس، واللي عايز بجد يعيش مرتاح فمفيش قدامه غير انه يبقى بطل رسمي معتمد. بيوصل بعدها دوجن للعنوان اللي كان قصده واللي اتضح انه مقر مؤسسة يونج. السبب اللي خلاه يروح المكان ده كان واضح وعشان كده دخل المبنى فورا. هناك ومن اول نظرة لقى ان الزعيم بتاع المكان ورجالته شكلهم وحش بالظبط وكأنهم بيحاولوا يخوفوا الناس باشكالهم اللي شبه البلطجية. الزعيم طفى سجارته وبدأ يلمح له انه اكيد شجاع عشان يجي يقابلهم في مقرهم بعد ما كسر عظم رجالته. دوجن وقتها بيرد عليه وبكل هدوء بان الخسران كان فعلا هو مش هما، ولحظتها الزعيم بيستغرب وبيبص له بدهشه وكانه مش فاهم قصده. دوجن بيوضح له انه جاي يطالب بحقه وتعويضه اللي يستحقه عشان يعني كل الاذى النفسي والجسدي والمادي اللي اتحمله بسببهم طول السنين. الكلام ده خلى الزعيم يركز فيه اكتر ولاحظ ان شخصيه بطلنا متغيره تماما وانه اصبح واثق في نفسه وفي قوته، وده غالبا معناه انه تعرض للصحوه وحصل على قدرة جديدة. بس بالرغم من كل ده فالزعيم قرر يفضل متكبر وقال له ببرود ان الثقة اللي واخدها دي هتبقى هي سبب نهايته، واتهمه انه شخص مغرور. ولما لقى ان الكلام مش كفاية نادى شوية ناس بعضلات من حواليه عشان يهددوا بيهم، لكن طبعا وقدام واحد كان بيحمل لقب ملك السيف في حياته اللي فاتت، فكل الرجالة دول ما كانوش يفرقوا عن شوية حشرات بالنسبة له. الزعيم كان بيرغي بكلام فاضي وبيقول بثقة عجيبة ان حتى الناس اللي صحوا قدراتهم في الاخر بيموتوا زي اي بشري عادي برضه. والمضحك اكتر انه كان فاكر ان دوجن مش احسن من بطل من الرتبة دي وان رجالته يقدروا يفلقوا نصين. لكن في الناحية التانية فدوجن كان قاعد بكل هدوء على الكرسي بتاعه، وكانت عينه في عيون الخمسة اللي واقفين قدامه بيحدفوا عليه نظرات كلها تهديد، ومن غير ما تظهر على وشه علامة تأثر واحدة نادى على الزعيم بتاعهم وأمره بكل برود يرجع يقعد في مكانه تاني لأنه لسه ما خلصش كلامه. الزعيم اتفاجئ من نبرة دوجن اللي ما اتغيرتش ولا اتهزت للحظة، وكمان فلما دوجن
دوجن كمل كلامه بجدية وهو بيأكد انه لسه ما خلصش اللي عايز يقوله. واحد من الرجالة اتحمس وحب يورينا شجاعته وقرر انه يتحداه بشكل مباشر. دوجن بكل هدوء وقتها شلوا نضارته وده زود حيرة اللي حواليه كلهم، ولكنهم فهموا كل حاجة بعدها لما وجه له لكمة قوية قد تكون أقوى حتى من لكمة مايك تايسون. الرجالة اللي واقفين اتجمدوا من الصدمة لأن اللي وقع بلكمة واحدة ده المفروض يعتبر أقوى حارس فيهم أو الزعيم بتاعهم. بس الموضوع ما وقفش لحد هنا لأن دوجن كمل عليهم واحد ورا التاني، وكل ده وهو بيكمل كلامه بكل برود وبيكشف لهم تفاصيل البيزنس المشبوه بتاع الزعيم واللي بيشتغل في تزوير بطاقات الهوية وبيكسب من الحوار ده فلوس كتير جدا. بعد ما خلص على كل الحراس المعضلين اتوجه بكلامه للزعيم الكبير وقال له انه بيدور على هوية بطل عشان يسجل بيها بشكل رسمي ويبدأ يشتغل ويكسب فلوس. بيأكد بطلنا انه محتاج هوية مزيفة مضمونة 100% بحيث يأمن نفسه كويس ويتجنب المشاكل بعدين. الزعيم كان واقف سرحان ومصدوم من اللي عمله بطلنا في كام ثانية، ولكن دوجن ما ادالوش فرصة يهدى وفكروا انه معاه مهلة يوم واحد بس يعمل له الهوية دي. وعلى الهامش كده فكان في شوية من الرجالة ما تحركوش خالص وقت القتال لانهم عارفين انهم شخصيات جانبية ضعيفة ومستحيل يهزموا ملك السيف الفاجر. الزعيم بقى كان واقف تايه وهو بيحاول يقيم مستوى قوة دوجن، ومن الواضح انه كان شايف انه على الاقل عنده قوة مقاتل من الرتبة بيه. بيفضل بعدها شارد كده شوية لحد ما دوجن بيقطع أفكاره وبيسأله لو كان بجد ناوي يسكت ومش هيرد على طلبه. لما بيقول له الزعيم تحت أمرك يا باشا بيقترب بطلنا منه بكل هدوء وبيحط إيده على كتفه وبصوت هادي ولكنه حد ونية القتل ملياه بيسأله لو كانت هيجو أو مرات أبوه يعني طلبت منه يخلص عليه. طبعا السؤال ده كان في محله وخصوصا بعد الحوار اللي حصل ما بين الست وبنتها في المشهد اللي فات. الزعيم اتوتر وما كانش عارف يرد لحد ما دوجن ضغط على كتفه بقوة وبدأ الراجل يصرخ من الألم، في حين إن رجالة الزعيم كانوا واقفين يتفرجوا بس ومش عارفين يعملوا أي حاجة. وبعد ثواني من الضغط بالفعل الراجل خضع واعترف بكل حاجة وقال له إن الست هيجو دي كانت حاطة خطة محكمة للتخلص منه، ما هي كانت عايزاهم يفضلوا يضغطوا على دوجن ويرفعوا الدين اللي عليه شوية بشوية لحد ما يجيب آخره خالص وتحت الضغوطات الشديدة دي يخلص على نفسه وينتحر. وبعد ما الراجل خلص اعتذاراته اللي ملهاش أي قيمة سابه بطلنا يفلت، ولكنه سأله بعدها ليه حبسوه جوه البوابة لو كانوا عايزينه ينتحر بنفسه. الزعيم وقتها رد عليه وهو بيرتعش بانه ما يعرفش اي حاجة بخصوص حوار البوابة ده وبيحلف له انه مستحيل يحاول يقتله بالشكل ده لان هيجو ما كانتش هتدفع الفلوس وقتها. الكلام ده خلى دوجن يفكر شوية لحد ما استنتج حاجة وذكر اسم كانج، وبما ان الشخص ده كان هو اللي خده معاه للبوابة اللي اتحبس جواها في الاساس، فدوجن طلب من الزعيم يعرف له كل حاجة عن الراجل ده قبل بكرة الصبح. بيمشي بعدها دوجن من المكان وبيبدأ يسرح في افكاره، بيفتكر حوار دوجن الاصلي واللي ما كانش عنده غير امنية واحدة بس وهي انه يحمي اخته الصغيرة وجدته مهما حصل. تاني يوم الصبح بنعرف ان بطلنا بقى مسجل رسميا وخد كمان تصنيف بسالب، ودي حاجة مريحة عكس كل القصص التانية اللي لازم فيها البطل يبدأ من رتبة اف. دوجن خد الكارت المزيف بتاعه ومرره على الجهاز والجهاز اعترف بيه على طول واكد له كمان ان الكارت شغال وكله تمام، لكن المشكلة ان مستوى بطلنا الحالي منخفض بالنسبة للبوابة اللي بيحاول يدخلها، وده اللي بيخليه يتعصب شوية ويقول انه كان لازم يطلب كارت من الرتبة ايه مش بي. رغم حوار التحذيرات دي كلها فالبوابة بتسمح لبطلنا بالدخول في النهاية وهنعرف السبب من التفاصيل. البوابة دي يا صديقي اسمها بوابة جزيرة الليل وبتكون من الرتبة بي رسميا، لكن للأسف فده مش معناه ان اي بطل من الرتبة بي يقدر يطلع منها عايش. عشان كده فالقاعدة بتقول ان الابطال لازم يكونوا بتصنيف اعلى بدرجة واحدة حتى من تصنيف البوابة لو كانوا يعني عايزين يضمنوا الخروج منها بسلام. وبالرغم من ان حجم الدنجون نفسه مصنف دي وده معناه انه متوزع على مساحة كبيرة بيصعب فيها الصيد الفردي، الا ان التصميم بتاعه على شكل انفاق وبطلنا واثق انه يقدر يخليه بشكل فردي. المفروض اصلا ان الشغل ده يتعمل بواسطة بطل تصنيفه ايه مش بي ماينس زي وضع دوجن، ولكن الخطر والمخاطرة مش موجودين في القاموس بتاع بطلنا. بالنسبة له فهو شايف ان اوحش حاجة ممكن تحصل له هو انه يلاقي نفسه في نفق ضيق وهناك هيكون مضطر يواجه جيش كامل من
الوحوش ولكنه مع كده مش خايف. ابتسم دوجن بعدها وهو بيواجه أول خصم ليه واللي كان تعبان ضخم بتغلفه هالة بنفسجية فوضوية. التعبان اللي قدامه ده يا صديقي ما كانش لوحده أبدا، وإنما كان معاه شلة من صحابه اللي لسانهم بيفكرنا بأفلام الكائنات الفضائية. بس مهما حاولوا يهاجموا بطلنا فكانت كل هجماتهم بتفشل كليا، لأن دوجن يبقى ماكينة قتل حقيقية وكان مركز بس على حاجة واحدة. الحاجة دي هي إنه يخطف الأحجار السحرية منهم بالظبط، وكأنه مش شايف الوحوش قدامه وإنما الأحجار اللي جواهم بس. تعبان السموم السوداء الموجود قدامه ده المفروض بيصنف كوحش سام، وبيتميز بسم شلل فتاك ممكن يوقع أي حد حتى لو لمسه لمسة بسيطة. مع وضع الحوار ده في باله إلا إن دوجن بيندفع بسرعة زي الرصاصة وبيضربه بكل قوته، وفي لحظات معدودة كان بيقطع الوحش كله حتت والدم بيطرطش من حواليه لحد ما فلق التعبان نصين. بعد ما بيخلص عليه بياخد باله من صلابة القفازات اللي اشتراها من شوية. القفازات دي كانت بتمتلك حماية كويسة نسبيا من السموم، وبما ان تمنها 300 ألف بس فكانت فعلا بتعتبر ممتازة جدا. بيرجع بعدها دوجن يكمل صيده وبيركز على 4 تعابين تانيين من نفس النوع السام ولكنه مش بيكون خايف. بالفعل بيبتدي يفجر جماجمهم واحدة ورا التانية بسرعته الكبيرة بزيادة، وبيكون الدم عمال بيغرق المكان وهو بيخلص عليهم كلهم في ثواني معدودة. بمجرد ما بيخلص عليهم كلهم بيقف دوجن في مكانه وبيبتدي يدور في لحم الوحوش على أحجار سحرية، ومع انه للأسف ملقاش ولا حجر إلا انه مش بيكون متفاجئ لأنه عارف من قوانين العالم بتاعه اللي فات ان معدل سقوط الأحجار السحرية من النوع ده لا يتعدى 3%. يعني ببساطة يا صديقي لو عايز يطلع بغنيمة محترمة منهم فلازم يصطاد المئات من الوحوش. وهو بيكمل طريقه بعدها بيصادف شخص جديد ميت بيسميه السيد جمجمة معرفش ليه. بعدها بيغير تركيزه وبيبص قدامه وبيبدأ يكلم وحش مجهول وبيسأله لو كان الزعيم. الوحش اللي كان بيكلمه ده كان تعبان ضخم وكان باين من شكله انه مختلف عن بقية الوحوش اللي فاتوا. دوجن وقتها كان شايف ان ظهور التعبان الضخم ده يعتبر حاجة كويسة بما انه حاليا مش هيحتاج يفضل يدور جوه البوابة، ومن غير تردد بدأ يتحرك وقفز للأعلى وهجم على الوحش على طول، ونيته كانت انه يخلص المعركة بسرعة ويرجع على بيته عشان يرتاح شوية. بس فجأة بتحصل حاجة ما كانش متوقعها ابدا يا صديقي. فبالرغم من ان دوجن ضربه ضربة قوية واضحة الا ان لكمته ما عملتش اي تأثير على جسد الوحش وكأنه كان بيرسم وشم على دماغه بس مش اكتر. وفي اللحظة اللي دوجن كان لسه في الهوا فيها ومش عارف يستعيد التوازن بتاعه، التعبان استغل الفرصة وضربه جامد بديله لدرجة انه خلاه يخبط في الحيطة بقوة كبيرة. دوجن فضل ساكت بعد الخبطة دي لثواني وكأنه اتصدم بعد ما شاف قوة زعيم التعابين. التعبان طلع انيابه السامة وبدأ يهمس بصوت يشبه صرخات وحش جعان بقاله فترة، وبعدها حاول يهجم عليه بقوة كبيرة ويعضه أو يلتهمه، لكن ولحسن الحظ فدوجن نهض من تاني وقدر يهرب في آخر لحظة. بذكائه العالي بطلنا بيستغل حركة التهرب بتاعته وبيرجع بهجمة مرتدة قوية على التعبان، ولما بيضربوا بيها المرة دي وأخيرا بيسيب على قشرته الخارجية تشققات واضحة. من الهجمة التانية دي بقى واضح خلاص بالنسبة لدوجن إن قشرة التعبان سميكة وصلبة بشكل مش طبيعي، وده أكيد هيخلي المعركة صعبة أكتر من أي معركة تانية في العالم بالنسبة له. ما هي القشرة دي كانت قوية لدرجة انه بمستواه الحالي مستحيل يقدر يخترقها، وده اللي خلاه يعيد حساباته ويشك انه محتاج يغير خطته تماما. بس وهو بيفكر كده لقى حاجة لفتت انتباهه، والحاجة دي تبقى سيف محارب قديم كان خسر حياته وهو بيقاتل التعبان ده. وهنا بقى هنعرف ليه بيتقال على بطلنا ملك السيف مش سيد القبضة الجامدة. فبالرغم من ان السيف كان باين عليه انه تالف من كتر المعارك الا ان دوجن بيمسكه وبيقول لنفسه ان السيف قيمته في الشخص اللي بيمسكه، ومع الثقة اللي جواه بدأ يتحرك ناحية التعبان الضخم اللي هو كمان كان بيجهز للهجوم عليه بسرعة رهيبة. بس دوجن قفز لفوق في الهواء وبكل كبرياء أعلن إن التعبان المفروض يعتبر نفسه محظوظ اليوم، لأن دوجن الفاجر بنفسه قرر يستخدم السيف عشان يخلص عليه. ورغم إن السيف كان حالته يرثى لها إلا إن دوجن كان بيضرب بيه بسرعة خرافية لدرجة إن الضربات كانت بتلمع وبتقطع التعبان في كل اتجاه لحد ما جسده كله اتفلق مليون حتة. رغم كده فالمعركة اللي بدأت بجدية انتهت بطريقة شبه مضحكة، وكان فيها التعبان ميت في الخلفية والسيف بتاع دوجن مكسور في ايديه. ومع كده بطلنا ما كانش مهتم بالسيف لانه صمد معاه لحد ما خلص على التعبان الحزين. بموت وحش البوابة الرئيسي دوجن جات له فكرة ذكية مش كتير من الابطال بيعملوها. بكل بساطة فك ناب من انياب التعبان الضخم وكان شايف انه يقدر يستخدمه كمادة خام ممتازة عشان يعني يعمل منه سيف قصير بعد شوية تعديل وتنظيف.
بيكمل بأنه خلاص هيعتبر إن إبداع مكافئته البسيطة عن رحلته الطويلة وبعدها بيطلع من البوابة. وبمجرد ما خرج من البوابة لقى الدنيا بقت ليل والنجوم مالية السماء كلها من حواليه. من الواضح كده إنه قضى وقت طويل جدا جوه البوابة ولكنه ما عندوش مانع، ومع كده فاللي حصل ده خلاه مصمم أكتر إنه يرجع قوته الأصلية بأسرع وقت. بيكمل دوجن بأنه مبسوط إن صحابه القدامى مش موجودين يشوفوه وهو في الحالة الضعيفة دي، بحيث يعني ما يحسش بالإحراج قدامهم. بنروح بعدها لمتجر التقييم واللي فيه بيتم تقييم وبيع الجواهر واللي الصيادين بيجمعوها جوه البوابات بعد ما بيقتلوا الوحوش. الموظف بتاع الاستقبال اللي كان شكله كده نصاب محترم كان بيتعامل مع أحد الصيادين باستفزاز وبيقول له كالمعتاد إن نسبة العمولة زي ما هي 40% لسه. الصياد الطيب لاحظ القرف اللي في المعاملة دي وبدأ يعترض بأدب وقال له إنه راجل عادي مش معاه ملايين فإزاي العمولة تبقى عالية كده. لكن الموظف وزي ما عمل مع دوجن قبل كده رد عليه بنفس الردود الجاهزة وأكد له إن دي أقل نسبة موجودة في السوق حاليا. ده غير كمان إن المركز الرئيسي بتاع الأبطال بياخد منهم 5% غير الضرايب، وعشان كده فالنسبة اللي بياخدوها تعتبر قليلة جدا والمفروض ما يحاولش يعترض عليها. الصياد بالفعل بياخد الفلوس من غير ما يفتح بقه كتير بعدها، ولكن وهو بيستلمها منه لاحظ ان وش الموظف مليان كدمات وضربات وما قدرش ما يسألوش عن السبب. الغريب بقى ان الموظف ده كان لسه بيكرر نفس السيناريو القديم وبيقول للصياد ان في شخص مجنون مسك الحراس بتوعه وعجنهم ضرب وبعدها رفض يسيبه حتى هو في حاله وضربوا زيهم. الصياد كان رأيه إن الغلط مش على اللي ضربه وإنما عليه هو، لأنه مشغل حراس ضعفاء في مكان المفروض يكون فيه أبطال رتبتهم محترمة. وفي النهاية البطل وضح له نقطة مهمة وهي إن التصنيف مش بس هو اللي بيحدد قوة الصياد وإنما كمان المهارة والخبرة يعتبروا أهم العوامل. ما هو التصنيف ساعات بيبقى شكلي أكتر منه واقعي وبيتحدث بس بشكل مستمر عشان البطل يحس إن مستواه بيتطور. بيكمل كلامه بيقول إن في فرق كبير بين واحد بيحرس محل طول اليوم وواحد تاني حياته كلها مطاردات وقتال مع الوحوش زيه يعني. ورغم ان الصياد فعلا كان بيقدم له نصيحة كويسة الا ان موظف الاستقبال النصاب كان زهقان من الكلام بتاعه وكان نفسه يخلص منه بأي شكل. البطل وهو محافظ على احترامه قال للموظف انه لو احتاجه في اي وقت يقدر يساعده وبعدها خرج بهدوء. اثناء ما كان طالع من المكان دوجن عدى من جنبه والبرد اللي طالع من ملامحه كان بيخلي الحجر نفسه يرتعش. بمجرد ما شافه موظف الاستقبال اتوتر جدا وبدأ يشاور عليه وهو بيزعق وقال للكل ان ده هو المجنون اللي بهدله. دوجن وقف وبصله بنظرة خالية من المشاعر في حين ما كان الصياد بيسأل نفسه ازاي الرفيع الضعيف ده هزم كل الحراس. الصياد بعدها بدأ يستعد لمواجهة بطلنا وسأله لو كان هو اللي حطم المحل بجد وكان شايف ان الأبطال ما ينفعش يضربوا المدنيين مهما حصل. الموظف ساعتها كان بيتفرج من بعيد وهو مستمتع بالمشهد جامد ده لأن الصياد اللي هيواجهه بطلنا يبقى بطل مخضرم عنده 7 سنين خبرة. ولسه بيكمل بأن حتى لو بطلنا فاز عليه فأكيد ليه معارف ينتقم لهزيمته. بيتفاجئ ان دوجن لف ببساطة وقال للصياد يغور في داهية لحسن يفلقوا نصين هو كمان. الكلام ده خلى الصياد المخضرم يتعصب اكتر وحس انه فعلا بيتعامل بشكل مهين. لكن ساعتها دوجن سأله بكل برود لو كان زعل من كلامه وعايز ينتقم ولا حاجة. الكلام ده خلى الصياد يتحفز اكتر لقتاله ولكن عشان خبرته ومسؤولياته الكتير فكان فاهم كويس ان المعارك اللي بتحصل بين الابطال غالبا بتنتهي بموت واحد فيهم وان نسبة موت الابطال في المعارك ضد بعض اعلى حتى من موتهم ضد الوحوش. ولما افتكر المعلومة دي هدى اعصابه ولف وشه ومشي من المكان فورا وساب وراه موظف الاستقبال واقف مش عارف يرد ولا يتصرف ازاي مع بطلنا بالظبط. بعدها دوجن بيوجه كلامه لموظف الاستقبال اللي كان باين عليه الخوف وبيسأله لو عنده مشكلة معاه بس. وقبل ما الموظف يفتح بقه حتى دوجن بيرمي له شنطة مليانة أحجار سحرية قدامه عشان يقيمها ويحسب ثمنها. الأحجار كانت كلها من أعلى درجات الجودة وده خلى الموظف يبص لها وهو مستغرب جدا ومش قادر يفهم ازاي شخص زيه حصل على كنز زي ده. بعد ما خلص الحسابات كلها اكتشف ان الاجمالي حوالي 150 مليون ون. المبلغ يبان كبير للوهلة الاولى ولكن بالنسبة لبطلنا فيعتبر قليل بالنسبة لشغل يوم كامل. لما طلب الفلوس حب الموظف يفكره ان لسه في عمولة وكان عايز يقول له انها 40% ولكنه فضل يسكت خوفا من بطلنا وده اللي خلى دوجن يهدى ويقول له ياخد عمولته اللي هي 1% عادي. جوه دماغ موظف الاستقبال كان بيتمنى يطلع غله فيه ويقول له 1% عند امك ولكنه طبعا
طبعا مش بالشجاعة دي ابدا يا صديقي. للسبب ده بيكتفي بس بانه يطلب من بطلنا يسمح له يتصل بالإدارة العليا وياخد الموافقة منهم لان مبلغ كبير. دوجن من غير ما يجادله قال له يطلبهم حالا، وفعلا الموظف اتصل على مديره وحاول يهمس له بالموقف اللي هو فيه بحيث ان بطلنا ما يسمعش هو بيقول ايه بالظبط. لكن ولسوء حظه دوجن ما استناش وخطف التليفون منه وكلم المدير بنفسه وقال له بكل برود انه لازم يوافق بسرعة على تحويل الفلوس ويبطل يضيع وقته. المدير وافق ولكنه طلب منه يرجع التليفون للموظف، فقال له دوجن عينيا ليك، ولكنه بدل ما يرجعه ليد الموظف رماه في الحيطة وكسره عن قصد. الموظف وقف بيرتعش من الخوف لحظتها في حين ما كان دوجن بيتكلم وبيقول له ان المدير بتاعه وافق خلاص والاحسن له يجهز الفلوس في الحال. بالفعل فالموظف اضطر يجهز شنط كتير مليانة فلوس عشان يخلصوا العملية. الموظف بعدها كان واقف بيبكي وبيقول انه لو ما عملش كده فكان دوجن هيعجنه ضرب، في حين ما كان بطلنا بيشكره بكل برود على التعاون معاه. بعد 10 دقايق من الحوار ده بيدخل مدير المحل على الموظف وبيكون مفزوع، ولما بيحاول يسأله عن اللي حصل بيتفاجأ بالموظف بيقول له انه عايز يستقيل خلاص. المدير بيفهم وقتها انهم مش هيقدروا يحلوا الموضوع ده بنفسهم وعشان كده بيرفع التليفون وبيتصل بواحدة اسمها جويون وبيقول لها انه محتاج مساعدتها في المتجر بتاعه فورا. جويون دي شكلها مشهور جدا يا صديقي في المكان لان الناس كانت عمالة تاخد لها صور في كل حتة بتمشي فيها حرفيا، ويظهر كده انها سابت كل حاجة في ايديها بالفعل واتجهت ناحية متجر الجواهر السحرية. واللي اول ما بتدخله بيشوفها الموظف بيتصدم وبيسألها لو كانت جويون بجد. بترفع جويون نظارتها وقتها فورا وبتأكد له هويتها وساعتها بنتعرف اكتر عليها، ومن خلال افكار الموظف بنكتشف انها رابع اقوى صيادة من رتبة اس في كوريا كلها. بتدخل جويون في المهم بعدها وبتسأل الموظف عن اللي حصل معاه وبنعرف ان المدير يبقى عمها وعشان كده فهي حابة تساعده. اما عن بطلنا بقى فبيكون قاعد يتمرن في بيته ومش شايل هم حاجة خالص غير بس هم حاجة واحدة وهي الوقت اللي هيحتاجه عشان يستعيد قوته الأصلية. ما هو حاليا كل اللي حصل عليه من بوابة الرتبة بي كانوا حوالي 100 مليون بس، ولو المبلغ ده بجد هو اللي يقدر يجمعه بعد شغل يوم كامل في حياته هتكون صعبة جدا. أصلا حتى أرخص المعدات في العالم ده تمنها مئات الملايين، وكده حرفيا محتاج يشتغل شهور وسنين عشان يقدر يشتري معدات نظيفة. بعدها وبينما كان بيقول ان رجوعه لقوته الاصليه ممكن ياخد 3 سنين بيحس بحاجه غريبه وبيقوم يجري على اخته الصغيره فورا وبيشيلها وبيقول لها انها لازم تدخل البيت. بمجرد دخوله البيت جدته بتساله عن اللي بيحصل معاه بالظبط، ولكن محادثتهم سوا بتنقطع قبل حتى ما تبتدي لما بتهتز الارض من تحتهم بقوه. يون اخته بتكون مرعوبه وفاكره ان ده زلزال قوي بيضرب المنطقه بتاعتهم، ولكن دوجن كان عارف ان الوضع اخطر من كده بكتير يا صديقي. ما هو الزلزال ده في الاصل سببه ظهور بوابة مجاورة لبيتهم في الأساس، وده اللي خلاه يطلع يجري عليها بسرعة عشان يخليها ويقفلها قبل ما الوحوش تخرج وتهاجم عيلته. في الوقت ده بقى ولو رحنا لنقابة الصيادين الموجودة بالعاصمة سيول فهنشوف ان خبر ظهور البوابة وصل لفرقة الاستخبارات هناك بعد ثواني من ظهورها. بيقول واحد من الموظفين انه مش مصدق ان في بوابتين ظهروا خلال اقل من شهرين من بعض، لكنه بالنسبة للموظف فده مش المهم حاليا ابدا، وانما المهم هو ان مكان ظهور البوابة دي يبقى المنطقة صفر. للسبب ده بيقوم وبيقرر يتواصل مع نقابة الاسد الابيض بما انها تعتبر النقابة الاقرب من المنطقة دي حاليا يعني. لكن مشكلة الموظف الحالية انه بيعرف ان البوابة ظهرت جوه حي سكني، ولو دخلها اي مدني عادي فمفيش اي حد غيره هيقدر يدخلها غير بعد ما يخرج منها. اما فلو مات جواها الوضع هيكون اسوأ بكتير جدا، لان في فوج من الوحوش هيخرج يهاجم البشر بعد 10 ايام بالظبط من وفاته. المصيبة انه لما بيسأل اصفر الشعر عن هوية الشخص اللي دخل البوابة بيصدمه وبيقول له ان اللي عمل كده مدني عبيط اسمه دوجن، والسبب هو محاولة انقاذ اخته الصغيرة. بتطلع لهم بعدها شاشة غريبة مكتوب فيها 99 و99 من 100%، وبيكونوا في حالة من اليأس لما النظام بيوضح لهم ان دي تبقى نسبة احتمالية انفجار البوابة وخروج فوج الوحوش منها في حالة دخول مدني جواها. بنروح بعدها بقى للولية هيجو واللي بتكون قاعدة مع مدير الأمن ليه. مدير الأمن بيصدمها لما بيقول لها إن دوجن أيقظ قدراته خلاص وأصبح من الصيادين. الولية هيجو بتصرخ بصوت عالي عليه لحظتها وبتقول له إن كانج هو السبب في اللي حصل أكيد، لأنه المفروض كان يخلص عليه بنفسه بدل ما الدنيا تتلخبط والأمور تبقى أصعب. وبما إنها دفعت فلوس لكانج بالفعل تمن موت بطلنا، فده اللي بيخليها تطلب من ليه يبلغه إنها هتدفعه 10 أضعاف الفلوس اللي خدها لو ما أكملش المهمة. بيقاطع
بيقاطع ليه كلامها وبيقول لها ان شكلهم مش هيحتاجوا كانجي يكمل حاجة بما ان في بوابة عشوائية ظهرت بجوار بيت دوجن. التقارير كمان بتقول ان العبيط اول ما شافها دخل جواها من غير اي تفكير وكأنه عايز ينتحر. بتفرح هايجو لما بتسمع كلامه وبتقول ان البوابات العشوائية او ما تعرف بالشقوق دي بتكون خطيرة، وهي واثقة انه هيموت المرة دي بجد على عكس المرة اللي فاتت. بس برضه عشان يتأكدوا من موته فبتطلب من ليه يراقب البوابة زيادة تأكيد. جوه البوابة بقى بنشوف ان بطلنا مستغرب وعمال يبص حواليه في كل مكان. ما هو واثق ان الغابة اللي هو دخلها دي هي غابة باتيسا المشهورة من حياته اللي فاتت، وسبب ثقته العالية هي انه كان دايما بيجي المكان ده من وهو شاب صغير. بيتسلق بعدها على إحدى الأشجار عشان يتأكد من وجود أهم حاجة جوه الغابة دي، والحاجة اللي يقصدها بتكون شجرة العالم واللي بيشوفها بالفعل وبيكون في غاية السعادة. وخلال ثواني يا صديقي بيكون اقترب منها بالفعل، وبيقول إن دي تعتبر أكتر شجرة بتحتوي على مانا نقية في العالم كله. ومع إن شجرة العالم احترقت في حياته اللي فاتت إلا إنها موجودة سليمة أمامه حاليا، ولو قدر يستخدم المانا بتاعتها في التأمل وصقل مهاراته فساعتها ممكن يستعيد جزء كبير جدا من قوته الأصلية في أقل وقت ممكن. بيبدأ بطلنا عملية تجميع المانا جوه جسده بعدها بالفعل، وبتمر الأيام بسرعة عليه لدرجة إنه بينسى نفسه خالص لمدة 10 أيام كاملين من غير أكل ولا شرب. وبعد الفترة دي بنشوف دوجن بيفتح عينيه لما بيسمع صوت بالقرب منه، فبيقوم يشوف مصدر الصوت وساعتها بيشوف وحوش فضائية غريبة ولكنه بيتعرف عليهم يا صديقي وبيقول إنهم من فصيل البولكينا. ومع إني الصراحة كنت عايز أقول بولكينا فاسو إلا إني مش هعمل كده وهركز بس على بطلنا وهو بيقول إنهم الفصيل اللي دمر شجرة العالم زمان. بيوضح لنا دوجن بعدها إنهم فصيل بيعتمد على كين نار في الهجمات بتاعتهم كلها، وعشان كده بيقول إنه بيتمنى لو كان معاه سيف مائي عشان يتصدى ليهم بكل سهولة. بس وبما إنه مفلس ومعوش سيوف ولا فلوس دلوقتي فبيقرر يستخدم قوته الحالية وخلاص. بالفعل وخلال ثواني بيهاجم أحد الوحوش بقذيفة من الكي وبيسبب له ضرر شديد. بيفهمنا كمان بعدها الطريقة اللي بيطلق بيها قذيفة الكي دي بالظبط، وإنه بعد ما بيطلقها وتقترب من الوحش بيفجرها عشان يخلص عليه بسهولة. المشكلة دلوقتي إن إطلاقه للكي بره جسده بيتعبه شوية لأن جسده مش قوي حاليا. الوحوش بترفض تسمح له يرتاح وبتبدأ تستعد لهجوم تفجيري زي ما هو عمل، ولكن الهجوم ده لما بيقترب من دوجن بيقدر إنه يبخره باستخدام درع الكي من غير ما يتحرك من مكانه حتى. بكل هدوء بعدها بيقول انه كده انقذ شجرة العالم من الوحوش خلاص، وحاليا يقدر يركز على حاجة واحدة وبس. الحاجة دي طبعا هي انه يختبر كم المانا اللي بيمتلكه حاليا بعد ما امتص طاقة الشجرة. رغم انه بيتكلم عن الكي والمانا يا صديقي الا انه بيستخدم الهجمات الجسدية معرفش ليه، وبنشوفه بيحطم ادمغة الوحوش بعد ما احكم قبضته عليهم بقوة كبيرة. ومع ان الرسم تعبان ومش مساعد في ايضاح الامور الا ان النيران بتاعتهم بتنطفئ بعدها تدريجيا، ولما بتنطفئ تماما بنشوف ان اجساد الوحوش تبخرت واختفت من الوجود. دوجن بياخد باله ان نسبة سقوط الاحجار السحرية من الوحوش دي عالية جدا، وعشان كده بيقترب من المتبقين منهم وبيقول لهم انه قرر يخلص عليهم كلهم، وخصوصا لانه حاسس انه لو عمل كده فهيقدر يحصل على النيران الابدية بتاعتهم. ومع انه مش عارف بالظبط كمية النيران اللي يقدر جسده يمتصها منهم الا انه بيهجم عليهم، وبيقول انه مش فارق معاه الكمية وان المهم بس انه يرفع قوته حاليا. على الحوار ده بيعدي الوقت بسرعة وبنشوف ان دوجن خلص عليهم كلهم، وبعدها بياخد باله من وجود حاجة على الارض جنب احجار المانا السحرية. بيمسك بطلنا القطعة دي فورا وبنعرف منه ان هي دي النيران الابدية. من غير تضييع اي وقت بيضغط على القطعة الشبيهة بالعملة دي عشان يفعل قوتها، وساعتها بنشوف ان القطعة تحولت إلى نيران مشتعلة وبيبتسم بطلنا لما بيشوفها. ما هو كان واثق إنه مش هيقدر يمتص المزيد من المانا حاليا من شجرة العالم، ولكنه وجد طريقة تانية لرفع قوته خلاص وهي من خلال امتصاص النيران الأبدية. امتصاصه للنيران حاليا وللأسف هيخلي الكي بتاعته من النوع الناري بس، ولكنه ما عندوش أي مانع مؤقتا لأنه محتاج للقوة عشان يجمع فلوس أكتر. بيسترجع بعدها شوية من ذكريات الماضي لما كان بيرمي النيران الأبدية بعيد، بما إنه كان في غاية القوة وقتها ومش بحاجة لتغيير نوع المانا أو الكي بتاعته. لكن حاليا فهو شايف أمامه كمية كبيرة جدا من المانا في صورة نيران أبدية، ولو ما حاولش يزود قوته باستخدامها فأكيد هيجي عليه وقت يعيط على ضياع الفرصة بعدين.
خارج الشق اللي فيه بطلنا بقى يا صديقي بنشوف تجمع كتير من البشر والصحفيين. من وسط البشر دول بيكون في صياد متعصب جامد واسمه بانجي، وبيسأل نفسه لو كان الشق بجد هينفجر بسبب تهور عيل صغير عبيط. الصياد كيم زميله بيتدخل وبيقوله ان الطفل ده المفروض يتعامل معاملة الابطال لانه دخل الشق بس عشان يحاول ينقذ اخته الصغيرة. بيرفض بانجي يتقبل الامر وبيقوله ان داجون اكيد دخل الشق لسبب تاني، وهو انه عايز يصحي قدرته ويبقى بطل زي ما ناس كتير بتعمل. بيغير كيم الموضوع وقتها وبيفكروا بأوامر الزعيم جيلما، واللي قال لهم يستنوا خروج أفواج الوحوش وما يتعبوش دماغه بأي اتصالات، وخصوصا لأن الشقوق ظهرت المرة دي بأعداد كبيرة في كل أنحاء العالم، وده مخليه مشغول جامد. مع كل كلمة بيقولها كيم كان بانجي بيتعصب أكتر وأكتر، وخصوصا لأن كل الدول حلت مشكلة الشقوق اللي ظهرت حديثا ما عدا هم بس بسبب دوجن. بنعرف بعدها من الأخبار إن بطلنا موجود جوه الشق من حوالي شهر كامل، وإن نقابة الصيادين صنفت موجة الوحوش اللي هتخرج من الشق على إنها من المستوى الأول. لما بيتم عرض صورة دوجن في التلفزيون بيتعرف عليه الزعيم حلاوة وبيأكد له التابع بتاعه يونجو إن اللي دخل الشق فعلا كان دوجن. بيسأله حلاوة المستفز لو كان يعرف نسبة احتمالية خروج بطلنا سليم، وبيرد عليه يونجو بإنها أقل من 1% بس لو كان بشري عادي مش صياد. بيبتسم حلاوة جامد لما بيسمعه بيقول كلمة شخص عادي دي، وبيفكروا إنه لما كان عندهم في المقر ضرب رجالتهم كلهم مع إنهم صيادين مصنفين. عشان كده فحلاوة بيسأل التبع بتاعه عن نسبة النجاة بقى لو كان صياد. بيرد عليه يونجو بان تحديد النسبة هيكون صعب من غير ما يعرف رتبة دوجن، وساعتها بيقول حلاوة ان كلامه صح لانه حتى لو قوي فممكن يموت جوه اي بوابة عادي. بيستغرب يونجو من كلام حلاوة لانه مش فاهم هو عايز ايه بالظبط وبيطلب منه توضيح. حلاوة بيرد عليه بانه هيبعت ناس بسرعة تأمن اخت دوجن وجدته، فلو مات بطلنا جوه البوابة هيخطفهم حلاوة ويبيع اعضائهم، ولو خرج حي هيطالبوا بفلوس كتير نظير حمايتهم لعيلته. نسيبه يهبط مع نفسه بقى براحته ونرجع لبطلنا اللي لسه مستمر في امتصاص النيران الأبدية، وبيقول ان الكمية اللي امتصاها دي هتسمح له يستخدم كين نار وقت ما يحب، وكمان في حمايته ضد الهجمات النارية زادت أضعافا مضاعفة رغم ضعفه الحالي مقارنة بحياته اللي فاتت، إلا انه بيبص للجانب المشرق وبيقول ان امتلاكه لكين نار ممكن يخليه مستقبلا أقوى عما كان زمان. بيشكر دوجن بعدها شجرة الحياة على مساعدته في اكتساب القوة في حياته اللي فاتت والحياة دي، وبيجمع جواهر الوحوش كلها. بيقول بصوت حزين بعدها انه ممكن ما يشوفش شجرة الحياة من تاني في حياته، ولكن فلو حصل وشافها اي وقت في خطر فمش هيتأخر وهيجازف بحياته عشان ينقذها. مع نهاية كلامه ده واخيرا بيخرج بطلنا من الشق يا صديقي. وقتها بيلاحظ ان مفيش اي اثر لوجود حياة بالقرب منه في مدى كيلومتر كامل، ولكنه حاسس بوجود اشخاص اقوياء في احد الاتجاهات رغم كل الكلام ده. من غير تضييع اي وقت بيقرر دوجن يروح يشوف مين الاشخاص دول بالظبط. بعد ثواني بالفعل بيوصل لمكانهم وبيطمئن لما بيشوفهم، لانه في البدايه كان فاكرهم مجرد اشخاص بيحاولوا يأذوا عيلته بس بما انهم قريبين من بيته، لكنه بعد ما شافهم بعينيه فعرف من ملابسهم انهم من نقابه الصيادين برضه. بيبدا بعدها يجهز النيران بتاعته بما انه عارف انهم لو شافوه مش هيسيبوه في حاله زي ما عملوا جوه البوابه. عشان كده بيرمي احدى كراته النارية في الاتجاه المعاكس ليه، وبيقول انه لازم يجذب انتباههم بعيد عن بيته حاليا. بالفعل الكرة النارية بتصطدم بأحد المتاجر خلال ثواني بس وبتعمل انفجار كبير، وساعتها بيتفزع كيم وزمايله وبصوت عالي بيسأل عن مصدر الصوت ده طبعا، وبعدها على طول بيطير هو وبنج على هناك قبل ما اي حد يتأذى، وبيكونوا مصدومين لما بيوصلوا هناك لان النيران اشتعلت من الولا حاجة. بيبص بطلنا لإيديه بعدها وبيقول في نفسه انه شخص فجر فعلا وبيتحكم في الكي بدقة عالية، ده حتى واثق ان صاحبه تاسك لو شافه كان هينبهر، مع ان تاسك ده كان اقوى ساحر نار في حياته اللي فاتت كلها. اما عن الصيادين بقى فبنشوف كيم بيكلم صاحبه وبيقول له يبص اتجاه الشق لانه حاسس بحاجة غريبة جدا. لما بيعملوا كده بيلاحظوا ان الشق بدأ يختفي فبيجروا على هناك فورا. بمجرد ما بيوصلوا للمكان بتملى الدهشة وش بانجو وبيفضل واقف مصدوم، في حين كان كيم بيصرخ بصوت عالي وبيقول ان الشق اختفى. بتنتشر اخبار اللي حصل في كل مكان بعدها يا صديقي وكالمعتاد، والاخبار الشائعة بتقول ان الشق اختفى لوحده بعد 29 يوم من ظهوره لاول مرة. الحكومة حاليا بتبحث بشكل مكثف في شأن اللي حصل، وكمان بتحقق في سبب النيران اللي اشعلت احد المتاجر امبارح. اثناء اذاعة الاخبار العاجلة دي بنشوف دوجن بيتمشى في شوارع المدينة وبيسمع بعض الناس بيتكلموا عنه وبيسخروا منه لانهم
كلهم فاكرينه مات جوه الشق زي العبيط. بس السؤال الوحيد اللي في دماغ دوجن حاليا بيكون مختلف تماما، لانه عايز يعرف ازاي هيشوف شجرة العالم تاني بعد اختفاء الشق ده. بس ولان كل حاجة وليها وقت للتفكير فيها، فحاليا بطلنا مهتم بس بعصابة الزعيم حلاوة. لما بيروح لهناك بيسمع 2 أغبياء بيتكلموا سوا عن مخططات الزعيم، فبيقول أسود الشعر إن دوجن مات وحاليا يقدروا يخطفوا عيلته عادي، وإنه سمع الزعيم بيقول إنه هياخد أعضاء الجدة وهيبيع البت في سوق العبيد. أثناء فرحتهم العبيطة دي بيدخل بطلنا عليهم وبيسألهم فين حلاوة يا شوية منحرفين. وعلى ذكر اسم حلاوة بقى، فبنشوفه راجع للمقر بتاعه وهو في غاية السعادة، وبيسأل التابع يونجو عن الجدول بتاع اليوم وهو فرحان لأن دوجن مات. يونجو بيرد عليه بانه المفروض يقابل شخص اسمه بايك بس، ولما بيلاحظ حلاوة ان جدوله فاضي بيطلب منه يستعد للاحتفال اليوم. كل مخططات حلاوة دي بيتم تدميرها تماما بعدها لما بيشوف احد اتباعه بيطير منها على السلم، وخلال ثواني بنشوفه بيتم دفعه على الارض بقوة وبيكون شكله سروال. وبيقول له بطلنا بصوت كله حتى انه هياخده جوه مصنع الكراسي نفسه مش بس وراه. بتزيد صدمة حلاوة اكتر لما بيطلب منه دوجن يزحف زي الكلاب على الارض، وبيبدأ حلاوة يعمل كده فعلا لانه عارف ان بطلنا ممكن يقتله لو عايز اساسا. بنبرة حادة بيقول له دوجن انه محظوظ لانه لسه حي، ولكن الافضل ما يختبرش صبره. من شدة خوف حلاوة من كلام بطلنا ونية قتله، فبيقرر يسمع كلامه كله وحتى بيبدأ ينبح زي الكلب لما بيطلب منه كده. رغم سماعه للكلام الا ان دوجن بيقول له انه مش هيسامحه ابدا بسهوله كده، وبيديله برجله بقوه بما انه مش بيسمع الكلام ولازم يتربى كويس. بينادي بعدها دوجن على يونجو بيقول له ركز معايا يا اسطى لا اعمل فيك زيه، وبيوضح له انه من اليوم هيكون هو زعيم العصابه الجديد بدلا من حلاوه. بكل احترام بيرد عليه يونجو بان ده مستحيل لان الناس القويه هتقطع علاقتهم بيهم لو ما كانش حلاوه زعيمهم. بيستغرب دوجن من كلامه وبيقول له انهم المفروض عصابه، وده معناه انه هم يقدروا يتخلصوا من حلاوة بكل سهولة، لكن ولأن شكلهم عصابة ضعيفة فهو هيساعدهم خلاص، وهيروح يرمي حلاوة بنفسه جوه إحدى البوابات عشان الوحوش تلتهمه. الزعيم بياخد باله لحظتها إنه ممكن يموت بجد، فبيترجى بطلنا إنه يعفو عنه، وبيوعده إنه لو عمل كده المرة دي هيكون خادم وكلب وفي ليه طول حياته. كلام حلاوة بيأثر في بطلنا شوية، وبيقول في نفسه إن شكله أصبح شخص طيب في جسده الجديد، وعشان كده بيمد إيديه لحلاوة اللي بيكون أكتر من سعيد إنه يسلم عليه. في اللحظة دي بقى بيكشف دوجن عن وشه الأصلي وبيفعل كي النار بتاعته باستخدام لهب الكي، بيحرق ايد حلاوة وبيدمرها تماما، وبيقول له انه يقدر يعتبر ده التحذير الاول والاخير. وبما انه وعده يا صديقي انه هيكون كلب الوفي، فبيطلب دوجن منه يحمي عيلته على مدار 24 ساعة، وبيوعده انه لو في يوم رجع لقى حد مخربشهم بس حتى هيخلص عليه. على الحوار ده بيعدي الوقت بعدها، وبيخرج بطلنا مع أخته الصغيرة. أثناء جلوسهم سوا جوه أحد المطاعم بنعرف إن دوجن أصبح رسميا ميت بالنسبة للحكومة، وإنهم حتى طلعوا له شهادة وفاة بما إن محدش شافه بيخرج من جوه الشقة. دوجن ما كانش حابب يتظاهر بالموت أبدا، ولكنه شايف إن دماغه هتوجعه لو حاول يروح يقول لهم إنه لسه حي، عشان كده قرر خلاص إنه يلعب دور الميت كويس وينتقل للسكن في منزل تاني. بيكسر بطلنا الصمت بعدها وبيوضح ليون انهم هينتقلوا قريبا لبيت احسن من بتاعهم، ولكنه لما بيقول لها انها هتروح حضانة جديدة هناك بيبان عليها الحزن الشديد. بصوت مفزوع بيسألها دوجن لو كانت بتكره الحضانة واللي هي روضة الاطفال يعني، وساعتها بترد عليه يوم بالايجاب وبتصدمه ان العيال بيتنمروا عليها لانها ما عندهاش اب ولا ام. بدون تردد بيقول لها دوجن انها مش مجبرة تروح الحضانة خلاص من هنا ورايحة، وبتفرح لما بيكمل بانه هيدخلها المدرسة على طول بس من السنة الجاية. كمان دوجن بيقول في نفسه انه لازم يدخلها مدرسة نظيفة وغالية عشان ما حدش يتنمر عليها. بيفتكر بطلنا بعدها لحظات من الماضي القريب بعد خروجه من البوابة، وانه كان متعصب جامد على يونجو لما عرف انهم نقلوا عيلته لفندق رخيص. يونجو حاول يبرر الموقف لحظتها بانهم بس كانوا بيحموهم من الشق اللي ظهر، ولكن بطلنا تجاهله ودخل يطمئن عليهم ويوضح لهم انه هينقلهم لمكان افضل بكتير. فور دخول المكان بدأت جدته واخته الصغيرة يبكوا بصوت عالي لأنهم سمعوا في الأخبار إنه مات وما كانوش فاكرين إنه هيرجع من تاني. بيخرج بطلنا من ذكرياته دي للأسف لما بيسمع يوم بتسأله لو كان أصبح بطل، وساعتها بيهزر معاها وبيسألها لو كانت بتحب الأبطال زي بقية الأطفال. بترد عليه يوم بإن مفيش حد بيكره الأبطال، ولكنها مش بتتمنى يكون منهم لأن الأبطال بيخاطروا بحياتهم وبيدخلوا معارك صعبة ممكن يموتوا فيها، وبما إنها عايزاه يعيش معاها
معاها هي وجدتها في سلام وأمان، فهي بتتمنى ما يكونش بطل أبدا. دوجن بيتصدم من الرد بتاعها، ولكنه مش بيكون مستغرب أبدا غير من حاجة واحدة بس، وهي إنه لأول مرة من عشرات السنين حاسس إن كلام أحد البشر بيوصل لقلبه. ما هو في حياته اللي فاتت كان الناجي الوحيد وحارب الوحوش لسنين طويلة، وكان خلاص نسي يعني إيه دفء ويعني إيه مشاعر بشرية كمان. لكنه من ساعة ما حصل على الجسد الجديد وبمساعدة مشاعر دوجن الأصلي، فبقى حاسس إن مشاعره بدأت تصحى من تاني، وإنه بجد يقدر يعيش في العالم ده حياة سعيدة وهادية بعيدا عن كل المشاكل. بنروح بعدها بقى لمقر نقابة الصيادين الكورية، والأول مرة بنشوف القائد الأعلى واللي بيكون اسمه تايوان، وبيسأل السكرتيرة بتاعته لو كانت وجدت أي حاجة. بترد عليه التابعة بأنهم بحثوا في الأمر اللي طلبوا منهم، ولكن للأسف مفيش أي تفسير منطقي. بيشعر تايوان بالحزن وبيتضح انه متوتر من موضوع اختفاء الشقة، وخايف لحسن اختفائه كده يكون معناه انه هيظهر من تاني بشكل عشوائي. بتأكد السكرتيرة على كلامه وبتقول ان خروج الوحوش من البوابة كان هيبقى مريح اكتر فعلا، لانهم على الاقل ساعتها كانوا هيطمئنوا لما يخلصوا عليهم ويقفلوا الشقة بنفسهم. بس يظهر كده ان كلامها عصب تايوان جامد، لانه مش مهتم غير بسلامة الناس، وخروج الوحوش كان هيعرضهم للخطر. بنتعرف اكتر من أفكار السكرتيرة على تايوان، وإنه يبقى واحد من أشهر وأقوى 100 صياد في العالم كله. تايوان مش بس واحد من أقوى الصيادين، وإنما كمان أكثرهم حبا للخير، وبالنسبة له فحماية المواطنين من الشقوق والبوابات يعتبر هدفه في الحياة. للسبب ده بيطلب من السكرتيرة تتابع أمر الشقة أولا بأول، وبنعرف إنهم بيشتروا بيوت السكان الموجودين في الحي ده عشان ينقلوهم لمكان أكثر أمانا. من كتر الجدعنة بتاعة تايوان بيقرر يدفع فلوس أكتر من ثمن البيوت الفعلية، وكمان يدفع مبالغ أكبر للأشخاص اللي فقدوا أفراد من عائلتهم زي أسرة دوجن كده. بيبص بعدها تايوان في خريطة العالم بحيث يشوف الشقوق اللي ظهرت خلال الشهر اللي فات في كل مكان، وبينما كان بيقول إن الشقوق دي أول مرة تظهر في نفس الوقت في أكتر من دولة، بتقوله السكرتيرة إن أمريكا والصين سيطروا على الشق اللي عندهم من بدري. بيرد عليها تايوان بإنه متابع بريطانيا حاليا لأن الخطورة الأكبر فيها، ولسه بيقول إن الصيادين اللي دخلوا جوه الشق لسه ما خرجوش. بيتفاجأ برسالة بيفتحها تايوان بسرعة، وساعتها الصدمة بتجيله لأن في موجة وحوش هتخرج في بريطانيا، وده معناه إن الصيادين اللي كانوا جوه الشق ماتوا بالفعل من 10 أيام. بنرجع من تاني بعدها لدوجن اللي رايح يزور متجر التقييم وكالمعتاد هناك، ولما بيدخل المكان بيرحب بيه ببياع سعيد اللي مش هيفضل سعيد لفترة طويلة. فبمجرد ما بيشوف بطلنا بيبدأ يصرخ بصوت عالي وبيقول يا ريتني كنت قدمت استقالتي من بدري. البياع بينادي على مدير المتجر فورا وبيقول له ان ده الشخص النصاب اللي قال له عليه قبل كده. فبيقوم المدير من مكانه وبيقول لبطلنا انه شخص نصاب فعلا، لانه كان عمال يجبر البياع الغلبان انه يشتري منه جواهر منخفضة الجودة. بكل برود بيرد عليه دوجن بانه فرحان لان المدير بنفسه موجود في المكان، بما انه حاليا يقدر يساعده في تقييم الجواهر عالية الجودة اللي معاه. المدير عيد بيبص للحقيبة وبيقول إنها أكيد كلها مليانة جواهر منخفضة الجودة، وعشان كده بيطلب من بطلنا ياخدها ويمشي في الحال، لأن نسبة عمولة 1% بتخليه يخسر فلوس لو اشترى جواهر جودتها وحشة زي دي. بيرد عليه بطلنا بكل هدوء بأنه هيندم على القرار اللي خده ده، لكن عيد بيوضح له إن ده مستحيل يحصل لأنهم بياخدوا عمولة 1% بس، في حين إن حتى مراكز التقييم بتاعة الحكومة بتاخد 5%. ومع نهاية كلمته دي بيبص وراه بعيون كلها حدة، وبيقول لبطلنا ياخد حقيبته ويمشي وما يجيش عندهم أبدا من تاني. دوجن بيقرر يخليهم يندموا وبيفتح الحقيبة اللي معاه فورا، فبتسقط منها الجواهر، وساعتها عيد بيكون مصدوم وبيسأل نفسه ازاي صياد مبتدئ معاه جواهر زي دي. الجواهر اللي يقصدها بتكون معروفة باسم جواهر الأبطال، والجواهر اللي من الرتبة دي بتتباع في المزاد بأسعار خيالية. بكل ثقة بيسألهم بطلنا لو كانوا لسه برضه مش عايزين يشتروا حاجة منه. بنعرف من عيد بعدها سبب أهمية جوهرة البطل اللي بيتكلم عنها دي. ففي مرة كان في واحد من طباخين المخدرات بيعمل خلطة سرية واستخدم فيها الحجر ده، ولكن الخليط انفجر في وشه بالغلط، والمدهش انه ساعتها ايقظ قدرته فورا. التاجر كاي ده بعدها اصبح واحد من الصيادين المشهورين، ومن ساعتها انتشرت حكايته واصبحوا الكل بيدوروا على نفس الجوهر برضه.
بالرجوع للحاضر بقى، فهنسمع بطلنا بيكسر حاجز الصمت لما بيكلمهم وبيقول لهم انه خلاص هياخد الجواهر بتاعته ويمشي من المكان. عيد بيجري عليه لحظتها وبيقول له استنى يا باشا بس ثواني، وبيطلب منه يقعد يشرب قهوة وهم هيقيموا الأحجار في الحال. أثناء تقييم الأحجار بيحاول عيد يكلم بطلنا، وبنعرف من كلامه انه طلب منهم تخفيض العمولة من 1 لنص في المية بس. بيحاول عيد يقول له ان نص في المية دي هتقتلهم خالص وتخليهم يخسروا فلوس كتير، ولكن دوجن بيرد عليه ببرود بانه لو بجد هيخسر فلوس فما فيش داعي يشتري حاجة منه. بيقول له عيد انه ما يقصدش كده ابدا، ولكنه بس مستغرب لانه طلب تخفيض عمولتهم. ولما بيرد دوجن بان اسلوب كلامه في البداية عصبه بيعتذر له عيد فورا، ولكن دوجن بيوضح له انه زهق خلاص من اعتذارات الناس وما بقتش تفرق معاه. بياخد سعيد باله من اسلوب بطلنا المستفز في الكلام وعشان كده بيشتمه ولكن جوه نفسه بس. اما عن عيد فبيبدا يشرح لبطلنا انهم لازم يرفعوا العمولة شوية لانهم كده بيخسروا بجد، ولكن شرحه بيكون طويل جدا وكله هبد لدرجة ان حتى المؤلف مش بيكتبه كله. في نهاية كلامه بنفهم انه عايز العمولة تكون 9%، ولكن بطلنا بيرفض طبعا، وساعتها بيحاول عيد يعرض عليه 8 او 7% ولكن برضه دون جدوى. مع محاولات كتير واخيرا بيرفع بطلنا العمولة شوية وبيقول له انه هيرجع لل1% الاصليين، ولكن ده اخر كلام عنده بجد. عيد بيكون هيبكي من شدة الضغوطات اللي بطلنا حاططها عليه ولكنه مش بيتكلم رغم التردد اللي كان جواه في البداية، الا ان ده كله بيتغير بعد كلام بطلنا التالي واللي بيقول له فيه انه معاه 7 شنط غير اللي معاه، وساعتها عيد بيوافق فورا. بيخرج بطلنا بعدها من المتجر وهو معاه 67 مليار ون كاملين، وبيقول ان كده حلم شراءه للبيت اللي 810 مليار ون ما بقاش بعيد المنال. مشكلته حاليا ان الاحجار الموجوده جوه البوابات العاديه كلها رديئه الجوده، وبيقول انه بيتمنى لو كان يقدر يتنقل براحته داخل الشقوق ويفتحها ويقفلها وقت ما يحب. ولسه ما خلصش كلامه بيسمع صوت رساله طارئه بتوصل لموبايله، ولما بيفتحها بيعرف منها عن حوار انفجار الشق بتاع بريطانيا. بكل برود بيكمل بطلنا في طريقه بعد ما بيقفل موبايله وبيشيله على جنبه، وبيقول ان اللي حصل كان بسبب دخول اشخاص ضعيفة للشقة عشان يحاولوا يقفلوه. بيعدي الوقت بعدها وبنشوف بطلنا قاعد في مطعم فاخر مع عيلته لأول مرة. هناك الجدة بتسأله ازاي سعر 100 جرام لحمة بس وصل لحوالي ربع مليون ون بالظبط. بيرد عليها دوجن بان مفيش اي داعي انها تبص على الاسعار بما انه معاه فلوس كتير جدا ومستعد يدفع الملايين في الاكل عادي. اخت يوم بتطير من الفرحة وبتبدأ تاكل وقتها وهي مش مصدقة انهم اصبحوا اغنياء بجد. اما عن جدته فبتكون لسه قاعدة تبص على الاكل وهي مترددة شوية، وبيفهم دوجن انها لسه مش مرتاحة ومش بتطلب اكل براحتها. لسه ببدأ بينادي على النادلة عشان تجيب له 4 اطباق من كل نوع من اللحوم. جدته بتقوله ان الكمية دي كبيرة قوي عليهم ومش هيقدروا يخلصوها كلها ابدا، لكن دوجن بيرد عليها بانه متفهم هي بتقول ايه كويس، وده اللي بيخليه يوضح لها ان الاكل المتبقي منهم يقدروا يبقوا ياخدوه معاهم وخلاص. يوم كمان بتتدخل لان الجدة مش راضية تاكل ابدا وبتقرر تاكلها بايديها. لحظتها واخيرا الجدة بتوافق وبتحس وكانها راحت لعالم موازي من جمال طعم الاكل. كالمعتاد وللأسف يا صديقي فبطلنا مش بيقدر يكمل أكله من غير وجع دماغه. ماهي المستفزة جويون قريبة المستفزة عمها صاحب المتجر بتوصل للمطعم وبصوت هادي بتنادي على بطلنا وبتسأله لو كان هو دوجن ولا واحد شبهه. قبل ما يرد عليها حتى بتقوله إنها عارفة هي جاية تدور على مين كويس، وبتطلب منه يسيب الأكل اللي في إيديه ويقوم معاها عشان عايزة تتكلم معاه في حوار مهم. بتلاحظ إنه مش بيتحرك بسرعة معاها فبتحاول تستعجله ولكنه بيقول لها تسكت، وبيوضح لها انه طالب اكل بملايين ومش هيقدر يقوم يسيبه حتى لو الرئيس بنفسه جه عشان يزوره. جويون بتتصدم من الرد بتاعه لانها المفروض من اشهر الصيادين في كوريا كلها، ولكنها مع كده بتتقبل حوار انها تسيبه لحد ما يخلص اكل خالص، بما انها يعني مش عايزه تعلي صوتها بحيث صورتها ما تبصش قدام الناس ويقولوا عليها متنمره. بتروح جويون تقعد بعدها في مكان الانتظار بالمطعم بما انها مش هتاكل يعني، وبتكون كل انظار الزباين الموجودين رايحين ناحيتها ومش مصدقين انها هي بجد. ما هو محدش فيهم قادر يفهم سبب وجود صيادة زيها في مطعم كده لوحدها، والغريب انهم بيقولوا انها في قائمة اجمل 10 صيادات في العالم كله حاليا.
أسئلتهم بتكتر أكتر بعدها يا صديقي، وبيكونوا عايزين يعرفوا مين المحظوظ اللي مخليها تستناه، في حين ما كانت جويون قاعدة بتعرفنا بالمعلومات اللي جمعتها عن بطلنا حتى الآن. فبتقول في نفسها إن أول بوابة دخلها كانت من شهرين وخرج منها سليم، وده معناه إنه أيقظ قدرته، والمدهش أكتر كمان إنه المفروض مات جوا الشق ولكنه قاعد قدامها حاليا أهو. اللي هيجننها أكتر إن نظرته ليها من لحظات حسستها بشوية خوف، ولكنها مش قادرة تقتنع أبدا إنه ممكن يكون وصل لرتبة اس في خلال شهرين وبس. فحتى هي نفسها خدت 5 سنين كاملين عشان توصل للرتبة دي يا صديقي. في الوقت اللي كانت سرحانة فيه بيكونوا أبطالنا خلصوا أكل والسعادة مالية وشوشهم، ووقتها على طول بتقوم جويون من مكانها لأنها كانت مستنية اللحظة دي من بدري جدا. بس قبل ما تقول له أي حاجة بيظهر شخص غير مرحب بيه أبدا في المكان ولا حتى في القصة نفسها. الشخص ده يا صديقي بيكون كانج اللي حاول يقتل بطلنا أكتر من مرة من بداية الحكاية. بيقترب كانج منه بكل بجاحة، بيقول له إنه فعلا عمل زي الصراصير بما إنه قدر يزحف ويخرج من البوابة سليم بطريقة ما. جويون بتتصدم لما بتشوف كانج ويظهر كده إنها تعرف شكله مش بس اسمه. بتقرر تتدخل في الموضوع عشان تحل المشكلة وتعرف تكلم بطلنا براحتها، ولكن قبل ما تعمل كده دوجن بينادي عليها وبيقول لها تركز معاه لثواني. فبيفكرها انها قالت له من شوية انها عايزة تتكلم معاه على انفراد، وكمان قعدت مستنياه لفترة. ولسه هيكمل كلامه بيلمح كانج جويون وبيتعرف عليها فورا لانها مشهورة. دوجن بيقول له ده مش دورك في الكلام ده يا اسطى، وبيكمل كلامه معاها من تاني، وبيطلب منها تاخد عيلته تركبهم اوبر ولا كريم وتتأكد انه هم هيرجعوا البيت بأمان. مع نهاية الكلمة دي بيفعل نية القتل بتاعته من تاني، وبيقول لها انه هيخلص الحوار اللي معاه ويقعد يتكلم معاها حتى لبقية اليوم لو عايزاه. جويون بتوافق على طلب دوجن وبتاخد عيلته عشان توصلهم لبيتهم، وبعد ما بتركبهم العربية بتودعهم وبتقول لهم ما يخافوش على دوجن أبدا. بابتسامة خفيفة بتحاول تخفي قلقها بخصوص المعركة بتاعة دوجن، لحد ما بتشوف التاكسي بيمشي قدامها في طريقه وساعتها بترتاح. جوه المطعم بقى بيكون بطلنا ابتدى المعركة وبنشوف ايديه بتطلع دخان، وبنعرف ان مصدر الدخان ده هو وش كانج بعد ما بطلنا اداله بالكف على وشه. كانج بيستعيد توازنه بسرعة وبيقول له ده انا هقتلك في الحال يا ابن شط البحر. النادلة بتتدخل في معركتهم وقتها وبتنادي على كانج عشان تقول له ان القتال في المكان ممنوع. كانج حاليا في وضع الجنون يا صديقي، وعشان كده بيدفعها للخلف بقوة، وبيوضح ان اي حد هيقترب منه دلوقتي هيعمل منه بتنجان مخلل. الزباين اللي في المطعم لحظتها واخيرا بيفهموا مدى خطورة التواجد في المكان، وعشان كده كلهم بيبدأوا يجروا وهم بيصرخوا بصوت عالي. اما عن كانج فبيوعد بطلنا انه مش هيسيبه في حاله ابدا، وبيقول له شكلك كده عايز تموت يا عديم الرباية يلي مش محترم. بطلنا بينقض عليه وقتها وبيضربه بقوة، وهو بيقول له يبطل يشتمه شتايم قديمة زي دي. من قوة الضربة بتاعته بينزل كانج على ركبته وبيمسك وشه للحظات معدودة. بيستغل دوجن اللحظات دي في توبيخه وتزكيره انه حاول يقتله جوه البوابه من فتره، او يعني لما سابه يدخل البوابه وبعدين قفلها عليه عشان ما يعرفش يخرج منها تاني. بيكمل كلامه بانه مستعد يسيبه على قيد الحياه، ولكن في حاله بس لو وافق يتكلم معاه لشويه من الوقت. كانج بيستفز بطلنا اكتر لحظتها وبيقول له انه مش هيتكلم معاه بما انه مش فاضي يهتم بشخص حتى ابوه مش مهتم بيه ومرات ابوه عايزه تقتله. بطلنا بيطلع الموبايل من معاه لحظتها وبيبدا يسجل وهو بيطلب منه يكرر كلامه من تاني. بسمة الانحراف بتملى وش كانج ساعتها وبيقول له انه هيكرر حاجة واحدة وبس. الحاجة اللي بيتكلم عنها بتكون اللكمة اللي حاول يضربه بيها في البداية، ولكنه المرة دي بيوضح له انه هيستخدم كين نار في تقوية لكمته اكتر واكتر. دوجن بيعرفه لحظتها ان فارق القوة بينهم رهيب لما بيحرك ايديه حركة بسيطة، وباستخدام كمية منخفضة جدا من الكي بتاعته بيوقف قبضته في منتصف الطريق بسبب تصادم الهالة بتاعتهم كمان. فبيتم دفع كانج الحزين للخلف بقوة، وبيكون كانج مصدوم لان ده معناه ان قوة دوجن اكبر منه بشكل كبير جدا. دوجن بيفكروا انهم لسه في معركة حاليا لما بيزود من حدة الكي بتاعته، ومن مسافة بعيدة خالص بيقدر انه يقذف كانج لبعيد رغم ضخامة حجمه دي كلها. بمجرد ما بيسقط كانج على الارض بيطير دوجن في الهواء وبيقول له تعالى لي يا اسطى. كل اللي بنسمعه من بعد ده بيكون صوت اهتزاز الارض والاساس بقوة، وبتكون النادلة بتبكي وهي بتتصل بالشرطة عشان يجوا ينقذوا ما تبقى من المطعم. بس وقبل ما تتصل بيهم بتتفاجأ بجويون بتسحب منها التليفون،
بابتسامة واسعة بتقول لها ما تشيلش هم حاجة لأنها هتهتم بنفسها بالأمر كله في الحال. بتشكرها النادلة على كلامها لأن المدير لو جه فممكن يعجنها ضرب لو شاف الدمار ده كله. أما عنده جنبها فبيكون نازل ضرب في كانج بلكمات بالتصوير البطيء. بدل ما تتدخل جويون في المعركة على طول بتقف على جنب شوية وبتقول إن كانج صياد من رتبة بي ولكنه عامل زي الفرخة في دوجن. الأسئلة بتملى دماغ جويون وقتها وبتسأل نفسها لو ده معناه إن دوجن من الرتبة إيه، ولكنها صعب تصدق إن صياد رتبة إيه ممكن يتعامل مع صياد رتبة بي وكأنه لعبة أطفال بالشكل ده. بتخرج عن أفكارها بعدها على طول وبتنادي على دوجن لما بتلاحظ إنه مندمج في المعركة بتاعته، ولما بيبص لها بطرف عينيه بتقوله إنه لو استمر في اللي بيعمله ده فممكن يقتل كانج في إيديه. بيلاحظ دوجن وقتها المشكلة اللي كان هيحط نفسه فيها فعلا وبيرمي كانج على الأرض. بتسأله جويون عن علاقته بكانج بالظبط ولو كان في بينهم أي مشاكل مسبقة. بيرد عليها دوجن بإنه يعرف عنه معلومات كافية بالنسبة له، وبيسألها هي عايزة تعرف ليه بالظبط يعني. بتوضح له جويون انها مش بتحاول تضايقه بكلامها ولا حاجه وانما بس بتحذره لان ابن عم كانج يبقى يانج وده صياد من الرتبه اس زيها برضه. اللي بيصدمها بقى بيكون رد بطلنا لما بيقول لها انه عارف الكلام ده كله كويس ومش خايف ابدا. بتسال جويون نفسها ازاي عمل كده وهو عارف اللي ممكن يحصل له بعد كده ولا يكونش مش مهتم باي عواقب اساسا لانه واثق في قوته. بتوضح له جويون الامر اكتر وبتقول له ان كانج ده كان زمانه محبوس من فتره لولا بس ان قريبه بيحميه عشان كده بيقدر يعمل كل اللي هو عايزه. بتكمل بانها مش فاهمه المشكله اللي بينهم بالظبط ولكنها حبت تحذره بس لان شكله شخص كويس. من ابتسامه دوجن بتزيد صدمه جويون اكتر وبتساله لو كان بجد مش خايف من يانج. دوجن وقتها بيغير الموضوع وبكل حده بيقترب منها وبيقول لها انه مش مرتاح خالص لحوار انها عارفه عنه معلومات اكتر من امه شخصيا. اثناء ما كانت نيه قتل بطلنا بتنتشر في المكان بنشوف النادله الغلبانه بتعيط وبتقول في نفسها ان حتى صياده الرتبه اس شكلها مش عارفه تحل الموضوع. بتقرر جويون تتفادى المشاكل حاليا لانها ذكيه ولسه ما تعرفش بالظبط مدى قوه دوجن، وعشان كده بتعتذر له على الزياره العشوائيه بتاعتها وبتعرفه ان عمها هو اللي بعتها. بتوضح له ان عمها هو صاحب متجر التقييم اللي بطلنا شبه خلاه يفلس، وبطلنا بيكون مستغرب لما بتقول له انها عايزاه يبيع لها الاحجار السحريه المتبقيه معاه. لما بيسالها دوجن عايزه كام حجر بتوضح له انها هتشتري كل الكميه اللي معاه. فبيبتسم دوجن وبيقول لها انه معاه احجار كتير جدا ومش هتقدر تشتريها كلها، ولكنها بترد عليه بكل هدوء بانها صياده من رتبه اس ومعاها فلوس زي المكرونه او حتى الرز. بيقول لها دوجن انه هيبيع لها اللي هي عايزاه خلاص ولكن عنده شرط واحد في المقابل. وشكلنا كده يا صديقي مش هنعرف الشرط ده حاليا لان اخر حاجه بيقولها بتكون ان الشرط ده تنفيذه سهل بالنسبه لواحده زي جويون. في الوقت ده نفسه بقى بتكون الولية هيجو على وشك انها تنفجر من شدة الغضب وبتكون عمالة ترمي ليل حزين بأي حاجة جنبها وبتفكره انه قال لها ان دوجن مات جوه الشقة. بيرد عليها ليه بان الغلطة مش غلطته هو ابدا لان حتى نقابة الصيادين الكورية عملت له شهادة وفاة ساعتها. بيزيد غضب الولية المجنونة من كلامه وبتقول له كفاية اعذار، ووقتها بيقطع عليه كلامها وبيقول لها انه معاه تقرير مهم لازم يبلغها بيه، وشكله كده عايز يخلي هيجو تنجلط وتموت لانه بيقول لها ان كانج واجه بطلنا، ولكن دوجن عجنه ضربه وسابه متسطح على ارضيه احد المطاعم. الوليه بتتوتر لحظتها لان دوجن ممكن يكون عارف انها هي اللي بعتت كانج، وبتقول ان لو جوزها او ابوه يعني عرف انها بتحاول تقتله ممكن يتعصب جامد، ولكنها لحسن الحظ مجرمه قديمه وفجره وهتعرف تخبي الموضوع ده كويس. الاهم حاليا بالنسبه لها هو انهم يمنعوا وصول اي اخبار عن علاقتها بكانج للصحافه، لان لو ده حصل فساعتها قيمة الأسهم بتاعت شركتهم هتروح في داهية. ليه بيرد عليها بأنهم في زمن السرعة حاليا وإن مفيش داعي للخوف لأن الشرطة والصحافة تم التعامل معهم بالفعل. بتقعد هيجو لحظتها على الكرسي بتاعها وبتاخد نفسها وبتقول لمدير الأمن إنه أول مرة يعمل حاجة صح في حياته كلها. بيقترب منها ليه شوية وبصوت واطي بيقول لها ان الحلول دي مش هتنفع غير بشكل مؤقت بس. السبب في كده ان كانج يبقى قريب يانج الفاجر، والاخبار بتاعت اللي حصل لما توصل له اكيد هتحصل مشكلة كبيرة. هيجو بصوت مندهش بتسأله لو كان يقصد يانج صياد الرتبة اس ولا واحد تاني. ليه بيعرفها لحظتها ان الناس فاكرة كانج هو الشخص الوحش وان يانج بيحميه بس لانه قريبه، ولكن اللي دايس في عالم الجريمة كويس عارف ان راس الافعى هو يانج نفسه وان كانج وظيفته بس
بس انه يعمل الامور الاجراميه اللي يانج عايز يعملها، بما ان يانج مش عارف يعملها بنفسه عشان صورته ما تبوظش قدام الناس. بيكمل لي بان صوره كانج لما تبوظ قدام الناس في الصحافه فده هينعكس على قريبه يانج برضه. من كلامه بتفهم هيجو ان الموضوع اكبر مما كانت تتصور بكتير، وعشان كده بتطلب من لي ياخد لها ميعاد من يانج عشان يقعدوا يتكلموا سوا. بتغير الموضوع بعدها وبتنتقل لحلاوه زعيم عصابه اتش، وبتعرف من لي انه خانهم وحاليا بيهتم بس بحمايه عيله بطلنا. بصوت غاضب بتطلب الوليه من لي يتصل بالنائب العام بركة حالا، بما انها لازم تخلي حلاوه يدفع ثمن خيانتهم وانحيازه لصف دوجن. بنروح بعدها لبطلنا من تاني بقى واللي قرر يدخل احدى البوابات مع جويون. بنعرف وقتها ان في 37 شق ظهروا حتى الان في كوريا كلها، ومن الشقوق دول تم تحويل 5 بس البوابات تحت سلطة الحكومة. بيفحصوا بتوع الامن بطاقة صيت جويون بسرعة وبيسمحوا لها بدخول البوابة، وبما ان بطلنا وبقية الصيادين في الفريق معاها فمش بيسألوهم عن هويتهم. دوجن بيكون مستغرب لان البوابة دي ليها مدخل واحد بس، وبيقول انها اكيد بوابة مهمة كمان لانهم فحصوا هوية جويون رغم شهرتها الكبيرة. واحدة اسمها انجو رتبتها ايه وزعيمة نقابة كولوم بتقترب من جويون وبتقول لها انها ما توقعتش انها هتقترح انهم يصطادوا جوه شقة ابدا. بترد عليها جويون بكل برود بانها بس كانت عايزة تعمل حاجة ممتعة مش اكتر، ولكن يظهر كده انها بتكذب يا صديقي لانها بتبص ناحية بطلنا بعدها على طول. من هنا بقى بنرجع شوية بالزمن لورا عشان نشوف الشرط بتاع دوجن. وقتها طلب دوجن منها تاخده لمكان احدى الشقوق اللي تم تحويلها لبوابات، وفي المقابل هيبيع لها كل الاحجار اللي معاه بنفس سعر السوق بالظبط. لما سألته جويون عن سبب رغبته في الذهاب لهناك رد عليها بانه لو اصطاد هناك فهيقدر يجمع مزيد من الجواهر. طبعا اكتر حاجة مخليه جويون عايزة تساعد بطلنا هي احجار البطل الموجودة معاه، بما انه باع شنطة واحدة بس من الجواهر لمتجر التقييم تقريبا، مع انه قال للمدير وقتها انه معاه شنط كتير تانية زيها. انجو بتقطع افكارها بعد ثواني وللاسف، وبتحاول تسألها عن هوية دوجن ولكن جويون بتقول لها انه مجرد شخص تعرفه بشكل سطحي. انجو بترفض تصدقها وبتسألها لو كانوا بيحبوا بعض في السر ولا ايه الكلام بالظبط. بترد عليها جويون بانها جابته معاها بس عشان مدينة لي مش اكتر، وساعتها بتستغرب انجو وبتسألها ازاي مدينة لي وهي من الرتبة اس. انظار كل الصيادين بتروح تجاه بطلنا لما بيسمعوا كده لانهم بيفهموا انه اكيد شخص قوي، بس وللاسف لحظة الهزار بتاعتهم بتنتهي لما بيشعروا بحاجة بتقترب منهم، وساعتها كل صياد فيهم بيبدأ ياخد وضعية قتالية فورا. الوحش اللي بينقض عليهم ده بيكون طائر ضخم وشكله كده وحش معروف وخطير. من صوت صرخات انجو المصدومة بنعرف انه طائر من فصيل الكاكتريس. بتنادي جويون على 2 من اتباعها اسمهم جينجو ودويون فورا، وبتقول لهم يهتموا بالدفاع وسونجو هيهتم هو بالهجوم بنفسه. لكن بطلنا بيضرب بكلامها ده كله عرض الحائط لما بيقفز تجاه الوحش عشان يخلص عليه. بصوت مفزوع جويون بتنادي عليه لما بتشوفه بيعمل كده وبتسأله هو بيعمل ايه بالظبط، ولكن بطلنا بيتجاهلها وبيقول في نفسه ان دي اول فريسة ومفيش وقت يضيعه في صيدها. طبعا رغم كل كلامه ده يا صديقي الا انه بيكون عمال يضيع وقته، وده كله اكيد عشان ياخد كام صورة جامدين مش اكتر. اخيرا وبعد كام صورة جامدين بتوصل لكمته لوش الوحش، واللكمة دي بتكون اكتر من كافية انها تدفعه بعيد وتخليه يسقط على الارض. جويون بتكون واقفة تستوعب اللي عينيها شافته من شوية ده. ما هو دوجن مش بس اتحرك بسرعة لدرجة انها ما كانتش قادرة تشوف تحركاته يا صديقي، لا ده كمان بعدها بلكمة واحدة بس خلص على احد الوحوش مرتفعة المستوى. بيعلق واحد من اتباع جويون على اللي حصل ده وبيسأل نفسه ايه اللي جابنا ببوابة مع سايتاما. بس الغريب في الامر ان بطلنا بيقول ان الوحش لسه ما ماتش، وبينقض عليه بركلة قوية تانية عشان يخلص عليه. ده شيء كل الصيادين بتزيد اكتر، وانجو بتكون مهتمة تعرف مين دوجن ده بالظبط، ولكن جويون بكل برود بترد عليها بانه مجرد صياد بشري قوي بس مش اكتر. انجو بتهزها بقوة لحظتها وبتسألها لو كانت بجد ما تعرفش عنه غير الكلام ده بس، مع انه اكيد صياد فاجر بما انه هزم الكاكتريس بضربة واحدة. بكل فخر بتقول لها جويون ان حتى اختها بتقدر تهزم الوحش ده بضربة واحدة، ولكن انجو بترد عليها بانها لازم تبطل تهبط باي كلام لان لكمة دوجن كانت في الجو كمان. وسط كلام انجو ده بنعرف ان جويون بتحاول تقول اي كلام بالفعل لانها من جواها بتسأل نفسها عن هوية بطلنا الاصلية، وبتقول انها مش عارفة تديلهم معلومات اكتر عنه لانها هي نفسها معهاش معلومات اساسا.
بتنادي بعدها على إنجو وبقية أتباعها وبتقول لهم إنها هتغير شوية في الخطة، وبتوضح لهم إنها قررت تتعمق داخل البوابة وتروح للمركز بتاعها في الحال. بتقترب جويون من بطلنا اللي بيكون مشغول بجمع الجوهر بتاع الوحش، ولما بيشوفها واقفة جنبه بيرخم عليها يا صديقي، وبيقول لها إنه مش هيشارك الجوهر مع حد لأنه هزم الوحش بنفسه. بتتجاهله جويون وبتدخل في الموضوع المهم، وبتقول له إنه أقوى مما توقعت والأفضل يتعمقوا جوه الدنجون ده. بيتحمس دوجن من كلامها وبيقول لها طالما في فلوس أكتر فأنا دايس. فبتقول له جويون إنها عارفة المكان ده كويس وهتتولى القيادة عشان كده، بما إن ده هيوفر عليهم وقت أكتر وبالتالي هيجمعوا فلوس أسرع. دوجن مش بيكون مرتاح قوي لطريقة كلامها، ولكن طالما عملية جمع الفلوس هتكون أسرع فمش بيعترض. بيخرج دوجن عن أفكاره وبينطلق بسرعة عشان جويون ما تبعدش عنه، ولما بيشوفوا الصيادين سرعته بيقولوا إنه قد يكون أسرع من جويون حتى. واحد من أتباع إنجو بيسألها لو كانوا هيروحوا معاهم ولا إيه الكلام، ولكنها بتحرجه وبتقوله إنهم أبطأ بكتير من صيادين الرتبة اس والأفضل يصطادوا في مكانهم الحالي وخلاص. قبل بداية الصيد بتقف إنجو شوية تبص للوحش اللي دوجن خلص عليه. بتقول في نفسها إن البشر بيقولوا على صيادين الرتبة إنهم وحوش من شدة قوتهم، ولكن صيادين الرتبة إيه بس هم اللي عارفين إن قوتهم ملهاش لازمة جنب بتوع الرتبة اس. في المقدمة بقى بنشوف جويون بتبص وراها عشان تشوف أحوال بطلنا، ولما بتلاحظ إنها مش شايفاه خالص بتسأل نفسها لو كانت المفروض تستناه شوية، بس أفكارها دي كلها بتنقطع وبتبص فوقيها بسرعة وهي مفزوعة لما بتسمع صوت بطلنا من جنب ودنها بيسألها لو كانوا المفروض يزودوا من سرعتهم شوية. من صدمة جويون مش بتقدر تكمل جري، ولما بيلاحظ بطلنا إنها هتسقط على الأرض بيتوقف للحظات. جوه عقل جويون كان في سؤال واحد بس حاليا، وهو إزاي بطلنا قدر يواكب سرعتها مع انها تاني اسرع صيادة في كوريا كلها. افكارها للاسف بتنقطع لما بيبص لها دوجن بكل برود وبيقول لها انها ابطأ مما كان يتخيل. بيحرجها بكلامه كمان قبل ما تقول اي حاجة، وبيقول لها انه لاحظ انها استخدمت اقصى سرعتها عشان تمنعه من التقدم عنها. بتحاول جويون تعترض ولكن بطلنا بيقاطعها وبيسألها عن ماهية الجبل الموجود قدامهم ده. بترد عليه جويون بان الجبل ده موجود عليه زعيم الشق اللي هم فيه حاليا. الوحش ده من فصيل الوايفرن واسمه كازيران وطوله حوالي 20 متر كمان، وعشان يقدروا يهزموه فعلى الأقل هيحتاجوا 3 صيادين من الرتبة اس يا صديقي. دوجن بيسألها لو كان الوحش ده هو اللي جواه الجوهر المشهور عالي الجودة. بتصحح له جويون كلامه وبتقوله انه فعلا جواه جوهر من الرتبة الخيالية، ودي الرتبة اللي تحت أعلى رتبة على طول. رغم كل تحذيراتها لبطلنا إلا إنها بتتفاجأ إنه مش بيرد عليها، فبتفهم اللي ناوي يعمله ولسه هتقول له يستنى عشان ما يقتلش نفسه بالغلط. بتتفاجأ بيه بيجري ناحية الزعيم. جويون بتتفزع لدرجة إنها بتقف في مكانها ومش بتكون عارفة تتصرف إزاي مع المجنون ده. مع شوية تفكير دماغها بتسيح فبتقرر إنها تجري وراه، وبتقول إنه لو مات جوه البوابة فده ممكن يأثر على سمعتها هي. طبعا الحكاية دي بعنوان إحنا في زمن السرعة اللي فيه مش هتقدر تغمض عينيك يا اسطى، وعشان كده معركته ضد الوحش كلها بتنتهي من غير ولا صورة، وبنشوف بس جويون واقفة مصدومة. سبب صدمتها هي ثقته في ان الوحش ده محتاج ل3 صيادين من الرتبة اس للتخلص منه، ومع كده شافت بعينيها دوجن بيخلص عليه في ثواني معدودة. اللي هيجننها اكتر كمان ان البارد ده مفيش على وشه اي رد فعل بعد اللي عمله ده كله. بتعرفنا بعدها بقى قد ايه بطلنا فاجر، وعشان تعمل كده لازم تفهمنا مدى قوة كازيران. من فترة طويلة نسبيا احد صيادين الرتبة اس اللي اسمه بارك دخل البوابة دي، وبما انه كان اول شخص يحاول يخلي البوابة فكان واخد معاه 20 صياد من الرتبة ايه. كل حاجة كانت ماشية تمام في البداية معاه لحد ما وصل لمكان كازيران، واللي للأسف خلص على كل صيادين الرتبة ايه بسهولة، وكمان كان هيقتل بارك نفسه لولا انه نجح في الهروب على آخر ثواني. بارك رفض يستسلم بعدها وجمع مجموعة من 200 صياد من الرتبة ايه، والمرة دي كمان خد معاه صياد من الرتبة اس زيه عشان يتأكد من الفوز. باستخدام العدد الكبير ده من الصيادين فالمعركة كانت أسهل شوية من المرة اللي فاتت يا صديقي، ومع انها خدت وقت طويل جدا منهم إلا أنهم في النهاية قدروا يخلصوا على الوحش. إخلاءهم للبوابة لأول مرة خلى اسم النقابة بتاعتهم يتسجل في التاريخ يا صديقي، ولكن الثمن كان غالي جدا وكتير من صيادين الرتبة ايه فقدوا حياتهم برضو. نقابة الحياة السعيدة بتاعت بارك احتفلت بالانتصار لمدة يوم ولا 2، ولكن في المقابل فبقالها أكتر من 3 سنين كاملين مش قادرة ترجع لترتيبها القديم وسط النقابات. بالرجوع للحاضر بقى فهنشوف ان بطلنا بدأ عملية استخراج الجواهر من الزعيم،
العظيم. وكالمعتاد بيوضح لجويون ان الحجر من نصيبه هو لانه هو الفاجر اللي اصطاد الوحش لوحده. جويون بتقول في نفسها انها لو ما شافتش بطلنا بيهزم الزعيم بعينيها ما كانتش هتصدق ابدا، وخصوصا يا صديقي لانه لما شاف الوحش وكالمعتاد انقض عليه وبلكمه واحده بس دمره تماما. في الوقت اللي كانت فيه عماله تهبط بذكرياتها بيكون بطلنا بيحسب الفلوس اللي جمعها، ولانهم جوه البوابه والوقت لسه بالنهار فبيطلب من جويون تغور في داهيه، وبيوضح لها انه هيكمل عمليه الصيد جوه البوابه لوحده عشان يتحرك بشكل اسرع على انها بطيئه. قبل ما يمشي بتساله جويون لو كان بجد مش هياخد الحراشف وانياب الوحش معاه، ولكنه بيرد عليها بانه مش محتاج يعمل منها اسلحه وكل اللي عايزه هي الفلوس وبس، لكنه بما انها ساعدته في الصيد فقرر يسيب لها كل الحراشف والحاجات التانية. بيعدي الوقت بعدها بسرعه الصاروخ في الحكايه السريعه دي يا صديقي، وبنشوف بعدها كل الصيادين واقفين بيتاملوا كميه الاحجار اللي جمعها دوجن. فبيقول احمر الشعر الانجو انه مش مصدق ان شخص واحد بس جمع كل الاحجار دي في يوم واحد، لانه واثق انهم لو حاولوا يجمعوا العدد ده بنفسهم فالموضوع ممكن ياخد منهم 3 ايام على الاقل. بتروح انظار انجو لحظتها تجاه جويون وبتسال نفسها يا ترى مين صاحبها الفجر ده. ما هي بعد ما سمعت منها حكايه انه اصطاد كزيران بلكمه واحده ادركت انه مش بس اقوى من جويون وانما قد يكون اقوى صياد في كوريا كلها او حتى في العالم كمان. أثناء تفكيرها بتتفاجئ بعودته بيكون معاه شنطة كمان كلها أحجار عالية الجودة. بيسألوا الصيادين بعض وقتها لو كانوا بيحلموا ولا إيه اللي بيحصل معاهم بالظبط، وبيشعروا بعدها بالتوتر لما دوجن بيقول لهم إنه مش عايز أي حد يعرف اللي حصل اليوم جوه البوابة. بتقوم جويون بعدها تقف عشان تتكلم مع دوجن بخصوص الأحجار السحرية، وبيكونوا الصيادين بيبصوا عليهم من بعيد وهم بيسألوا بعض لو كانوا حبايب ولا إيه الكلام. إنجو الوحيدة اللي بتكون مركزة في كلامهم وبتحاول تستنتج اللي بيحصل من تعابير وشوشهم، وساعتها بتفهم انهم مستحيل يكونوا بيحبوا بعض لان دوجن بيعاملها وحش. بتنتهي المحادثه ما بينهم بعد ثواني لما دوجن بيدي شنطه الجواهر كلها لجويون وبيمشي. بتستغرب انجو لانه مشي كده من غير حتى ما يودعهم ولو بكلمه بسيطه. جويون بتوضح لهم انهم لازم ما يتكلموش ابدا عن اللي حصل مع اي حد، ولكنهم هيحتاجوا حاليا لقصه عشان يداروا حوار هزيمه كازيران بكلمه واحده، خصوصا وان دوجن قال لها انه مش عايز يبقى مشهور عشان دماغه ما توجعوش. وسط ما كانت انجو بتسأل نفسها عن اللي بيفكر فيه دوجن ده بالظبط، بنشوف وش جويون بيحمر وشكلها كده بتكرش على بطلنا لانه قوي وفاجر. بنروح بعدها لنقابة الحياة السعيدة وفيها بنشوف بارك بيموت نفسه في التدريبات لدرجة انه بعد شوية لكمات لحقيبة الملاكمة بيتسبب في تدميرها تماما. بارك بيكون متعصب جامد من نفسه لانه حتى الان مش قادر يهزم كازيران من تاني، لكن وقتها واحد من اتباعه بينادي عليه وبيقول له هدي اعصابك شوية يا نجمة. بيشجعه كمان وبيقول له انه لو تحمل الظروف الصعبة الحالية فاكيد في يوم شعبيته هتزيد فيه. بيتحمس بارك من كلامه وبيقول له انه فعلا هيتحمل وهيفضل يتمرن ويرفع من قوته بشكل يومي لحد ما يجي اليوم اللي يثبت فيه للكل انه اقوى صياد في العالم. بيقول له التابع خد وقتك خالص يا معلم لان مفيش حد يعرف كازيران احسن منك كده كده، وبالتالي فمهما استنى من سنوات عشان يهزمه من جديد محدش هيستعجله. من كلام التابع بنفهم ان بارك عايز يدخل البوابة بتاع كازيران من تاني، ولكنه المرة الجاية عايز يخليها بعدد قليل من الصيادين على عكس المرة اللي فاتت. نفسية بارك بتتحسن جامد من كلامه مع التابع المطبلاتي الجامد بتاعه، ولكنه بيكون متضايق شوية لان عدد اعضاء النقابة اقل بكتير من زمان. نسيبه بقى يهبد هو والتابع بتاعه ونروح لمكان الصياد يانجو لأول مرة، واللي بيكون بيبص على تقرير فيه كل معلومات دوجن بعد ما هزم قريبه كانج. بيقول له التابع بتاعه ان بداية المشاكل بينهم حصلت لما كانج حاول يتخلص منه جوه احدى البوابات، ولكن يظهر ان دوجن كان قوي بالفعل لانه بدل ما يموت ايقظ قدرته. بالنسبة للي بعتت كانج يقتل دوجن بقى فهي هيجو الابنة التانية لمجموعة شركات دبليو. اصل دوجن يبقى ابن جوزها الغير شرعي واللي انضم لعائلتهم وهو عنده حوالي 7 سنين، ولكن تم طرده من العيلة من 6 سنين بعد ما هيجو خلفت ولد. بيبتسم يانجو بيقول ان عائلة ابو دوجن فعلا مش بتهتم غير بالقوة وبس، وبيسأل التابع عن المبلغ اللي كانج خده نظير عملية التخلص من دوجن. بيرد عليه التابع بانه خد 3 مليار في الاصل ولكنه دفع الثمن غالي في المقابل، بما انه حاليا مش بيقدر يشوف وجسده كمان مليان حروق بعد معركته ضد بطلنا. بيتحمس يانجي شوية وبيقول انه كده لازم يروح ينتقم ويخلص على دوجن، ولكن افكاره المنحرفة بتنقطع لما بيقول له التابع ان في اشاعات بتقول ان جويون ساعدت دوجن. بكل عصبية يانجي
بيسأله ايه اللي ممكن يخلي جويون تساعده وايه علاقتها بيه بالظبط. بيرد عليه التابع وهو مرعوب بانه ما يعرفش للأسف، ولكنها شهدت ضد كانج وده اللي خلى القضية تتقفل بسرعة. بكل عصبية بيطلب يانج من التابع بتاعه يشوف شغله كويس، وبيوعده انه لو معرفش ايه العلاقة بينها وبين دوجن هيفلقوا نصين. مع نهاية كلامه التابع بيطلع يجري وبيقول له عنيا ليك يا سعادة الباشا. اما عن يانج فبيفكر في حوار هيجو وبيقول انها اكيد هتيجي تزوره قريبا، وبما انها من عائله غنيه جدا فهو هيكون اكتر من سعيد انه يكمل المهمه اللي فشل فيها كانج. بالرجوع لبطلنا بقى فهنشوفه بيتمشى وهو بيفكر في حوار دخول الشقوق، وبنفهم من افكاره ان حتى الشقوق اللي بتفضل موجوده بعد ما يتم اخلاءها زي اللي دخلها كده بتكون جواها جواهر سحريه من جوده اعلى بكتير من اي بوابه عاديه. بس ولان عدد الشقوق المتكرره اللي بتسيطر عليها الحكومه منخفض جدا مقارنة بالبوابات المتكررة، فده اللي بيخليه يسأل نفسه لو كان هيفضل يعتمد على جويون في دخول الشقوق طول حياته. بيفتكر دوجن بعدها كلامه مع جويون اللي قالت له انها مش هتعرف تبيع جوهر كازيران حاليا، لانها لو حاولت تعمل كده فالصحافة مش هتسيبها وممكن محدش يصدق انها هي اللي هزمت الوحش اساسا. بيبتسم دوجن لما بيخرج عن الافكار دي وبيقول انه لازم يلاقي حل تاني لدخول الشقوق، ولكنه مش هيفكر في الحل ده دلوقتي وهيكتفي بس بانه يرتاح في البيت الجديد. ولحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.